يا رب صبحنا وربحنا. انا اصلا عمري ما رحت لعبت بلاي ستيشن. انا كنت كل شهر في ثالثه ثانوي براجع كل المواد، يعني انا عمري ما ركبت. ان المذاكره اللي انت تذاكرها دي تكون مفيده ليك. حسيت لو تصدق بجد يا رب المذاكره دي تكون مفيده. انت مستعد تتعب ولا مش مستعد؟ كنت دايما اقول يا رب ما تحرمنيش فرحة من النتيجه. لحد الان فاكر السؤالين اللي غلطت فيهم في الانجليزي. عرفنا العباده قبل ما نعرف المعبود. قعدت بقى مش عارف اعمل حاجه بقى، ذاكرت تاني. الكلام ده عندكم كله في المنهج؟ بس مش بالانجليزي، يعني الكلمتين الانجليزي دول عشان انا بس اعرفك ان انا ايه. انتوا مذاكر. بتقولوا يعني. السلاح القاتل بتاع اي طالب ثالثه ثانوي في الفتره الحاليه اللي هو السنه اللي فاتت والسنه دي والسنه اللي جايه واللي بعدها السوشيال ميديا. اقول لك سؤال بقى من كتاب المراجعه النهائيه بتاعنا. اتفضل يا باشا. هيجي لك الرزق من حته انت مش عامل حسابك عليها. ولا يا دكتور احمد؟ والله يا دكتور محمد هو بيبقى مؤشر بس مش قوي. ومعانا النهارده منورنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وأنتم بخير. رمضان كريم. النهاردة إن شاء الله الحلقة رقم 1 من سواعد الأحياء، ومعانا النهاردة دكتور أحمد، يعني انتوا أكيد تعرفوه، ناس بتشوفه في السنتر كتير. باشمهندس مؤمن. سنتر ايه يا عم؟ بتشوفه في الفيديوهات في الفيديوهات مش مشكلة. باشمهندس مؤمن ودكتور أحمد سعيد. طيب أولا كده يعني إيه سواعد الأحياء؟ نفسر سواعد الأحياء الأول. سواعد يعني جمع ساعد، انتوا عارفين أكيد، والساعد اللي هو الزندوق كعبر، أكيد أحياء يعني، واخد بالك. فهي جمع ساعد، والأحياء عشان بإذن الله هيكون البودكاست فيه أحياء، ماشي؟ فده معنى الاسم سواعد الأحياء. يعني مش جايه من سواعد الاخاء مثلا؟ والله صراحة هي جاية من سواعد الأخاء، بس احنا حاولنا نخليها سواعد الأحياء على نفس الايه الوزن يعني. هو انا ما اعرفش يا جماعه سواعد الاخاء ده برنامج ديني كده، فيه جيل من الناس المحترمه اللي هو ممكن مش هتلاقيهم مشهورين على السوشيال ميديا دلوقتي، فممكن ابقى اخد لك بصه كده. نرجع بس لسواعد الاحياء تاني. فان شاء الله يكون البودكاست ده مفيد جدا، نحاول فيه نركز على حاجات بتخص الطلبه، المذاكره والمشاكل اللي بتحصل في ثانويه عامه، خاصه واحنا عايشين معاهم بشكل يعني عميق، واحنا دارسين كل الحاجات اللي هم بيمروا بيها، فاحنا ان شاء الله نعرف نفيدهم كويس جدا جدا جدا. طيب البودكاست النهارده ان شاء الله هيكون خفيف ولطيف ومقسم لفقرات. الفقره الاولى هنتكلم على حاجات يا دكتور احمد بتخص مشاكل الطلبه. تمام. ويمكن دكتور احمد هيبقى اكتر واحد بيسمع مشاكل الطلبه او الطلاب يعني، لان انت التيم ليدر بتاع الماده العلميه اللي بتشوف اسئله الطلبه كلها. فاحنا دكتور لو سالناك ايه اكتر سؤال بيجي من الطلبه او من الطلاب عن مشاكل المذاكره؟ اكتر سؤال بيجي دلوقتي هو ملوش علاقه بمحتوى المذاكره نفسه، ماشي، بقدر ما له علاقه بتنظيم المذاكره. يعني اشهر حاجه دلوقتي، اكمل في الجديد مع المستر اللي انا باخد معاه، ولا ابدا اجيب الكلام القديم اللي انا نسيته اصلا، اللي بدانا فيه من شهر 7 او شهر 8 ويعتبر اتمسح من الذاكره دلوقتي. ابدا اراجع فيه وابدا اذاكره واديله وقت، ولا اكمل مع المستر في الجديد واما تبدا المراجعه النهائيه يبقى ربنا يفرجها ساعتها يعني. فده اشهر سؤال دلوقتي موجود يعني معظم الطلبه. ايه رايك انت اصلا في الموضوع ده؟ طيب انا وجهة نظري بسيطه جدا جدا، الا وهي ان يا دكتور احمد لو احنا جينا نتكلم على طالب بيذاكر الجديد اول باول وعاوز يلم من القديم التراكمات اللي عليه في الفتره الحاليه اللي هي فتره شهر 2 او شهر 3 او حتى شهر 4 اللي جاي لحد ما نبدا ان شاء الله مراجعات، فالمحاضرات بتاعت الفتره دي طويله جدا جدا، سواء احياء جيولوجيا فيزياء كيمياء، كل الناس بتخلص في المناهج فبتجري في المناهج حبه حلوين، تمام. فبتلاقي المحاضره طويله. فصدقا عشان ما نبقاش بنضحك على الناس، لو طالب عاوز يذاكر الجديد ويراجع القديم دي معادله مستحيله. دي وجهه نظري. ماشي. بس في نقطة برضه، يعني أنا فاكر أيام الثانوية العامة بتاعتي، يعني كنت بحس في نوع كده من الخوف كان بيكون تجاه دروس معينة أنا مش راضي أواجه يعني نفسي بيه بقدر الحقيقي. يعني في درس أنا بخاف منه، يعني أنا عارف إن هو متراكم بس مش زي أي درس متراكم تاني. فده بحس لما أنا بصنف الدروس القديمة، لما بحط يعني بادي درس مثلا إن هو ده ما بحبوش، فالأحسن إن أنا أواجهه بدري أحسن ما أواجهه في المراجعات. ده بيفرق قوي عن اي حاجه متراكمه، يعني هو مش المتراكم ده مش كله نفس الدرجه. ف
يعني بتعترف الاول انت مراكم قد ايه بجد، وكلهم ايه منهم اللي هو نص نص، ايه اللي كنت فاهمه ايام الدرس كويس، ايه اللي ذاكرته مره وايه اللي ما فتحتوش خالص. التصنيف ده نفسه بيفرق في دخلتك على الدرس. بس هي صدقا اللعبه دلوقتي لعبه وقت. ماشي، بس في دروس بتبقى انا معاك في دروس صعبه 100% ما فيش مشكله انا خالص كان يعني. ليا تجربه من 9 سنين ايام الثانويه يعني. انت ثانويه 2000 وكام؟ 2016. 16. كان نفس المؤمن بيقوله ده بالظبط. ماشي. انا جيت على شهر 2 مثلا، حطيت الخريطه بتاع ال7 مواد قدامي، حاجه زي الفيزياء، الباب الاول تمام، الباب الثاني تمام، الباب الثالث ابيض. بتاع الدينامو والحاجات دي. كانت حاجه صعبه كده، مش عارف افتكر يعني. ماشي. بدات زي ما بيقول اواجه المشكله من بدري. مم. بدات ان انا احط مثلا ساعه او ساعتين في اليوم ان انا راجع جزء من الدرس ده واحل عليه. المسائل مثلا اللي كانت فيها فكره ساعتها، كان في كتاب مش فاكر كان اسمه ايه كده، صعب. الوسام. كنت اقول لك الوسام. كان لا مش صعب بقى، وكان مستحيل. فانا كان فاكر ان كان في حاجات افكار كتير بقى وحاجات صعبه وكده. انا طبعا مش فاكر منها حاجه، ولا باب اول ولا تاني ولا تالت. يعني انا فاكر المذاكره بتاع الباب الاول والتاني انها كانت صعبه وسهله. بس وخلاص. انما المسائل نفسها والافكار انا مش فاكر. بدات ارجع لها. كذلك ده في الكيمياء، ده في الاحياء، ده في الجيولوجيا، ده في العربي، ده في الانجليزي. مش هقول ده في الفرنساوي عشان الفرنساوي كان ايه صح. حاجه كده صغيره كده. ايوه. فبدات ان انا راجعت اللي فات او اللي كان صعب بالنسبه لي، او اللي ما كنتش مذاكره قوي. فكانت بتبقى اجزاء معينه بذاكرها كويس وارجعها كويس واحل عليها واحل على افكارها. خد معايا الموضوع ده مثلا شهر ونص، كنت لميت كل اللي فاتني الصعب. تمام. بدات المراجعه النهائيه مع ده شهر المدرسين. كامل الكلام ده في بدايه 2. بدايه 2 ونص 3. تمام. هو غالبا يعني الفتره دي يعني غالبا المدرسين ساعتها كنا بنبدا مراجعه نص 3 حاجه زي كده يعني. بدات انا مراجعه كنت سابق زمايلي بمره. خلاص برنس بقى، انت لميت المتراكم بالظبط. يعني انا راجعت مره، الناس لسه زمايلي بيبداوا. بس يا دكتور احمد معلش على المقاطعه. اه ده مع الدروس بانتظام ولا؟ طبعا. يعني ما بتروح غبتش دروسك حصه طول كلها السنه، ال7 مواد؟ ما غبتش حصه. طبعا احنا من قريه، في الدروس كلها في المركز، كنت بروح دروس في المركز. ابوك عارف الاستاذ لو غبت هيضربك؟ لا بعيدا عن دي، لا مفيش الكلام ده. انا كنت بروح دروس في المركز. بتركب يعني؟ طبعا. ساعه كان في درس كيمياء الساعه 6 الصبح. 6 الصبح في الشتاء ده برد قارس، عذاب. تعرف برضو في نقطه انا بحس ان ايه، انت في ماده مثلا متراكم عليك ايا كانت ايه الماده، هي الماده دي اصلا اللي فات فيها هنقول ان هو محتاج شهر عشان يتراجع. الشهر ده هيعدي يعني هيعدي. لو مطيته وانت فردته على شهرين، الشهرين كده كده لسه باقيين في السنه، انت معاك الشهرين دول. لو انت ما رجعتش تجيب القديم ده هتلاقي نفسك مثلا محتاج تذاكره ابو شهر ده محتاج تذاكره في اسبوع واحد، في اسبوعين، في وقت ما فيش فيه الاسبوعين اصلا. فمعلش ابتدي عارف هرجع واجه المشكله عشان انت الوقت هيعدي. هي كده اعدالك. بص انا كنت في ثانويه عامه الصراحه ما كنتش براكم قوي، فكنت فاكر في ايام 1 و2 دي بسمع بقى الناس اللي بتبتدي، ما كنتش مصدق ان في حد ممكن يبقى بيبتدي ويبقى زي مثلا واحد بيذاكر من اول السنه. يعني اكيد انا اشطر منه اجمل منه كلام من ده، بس ده لا حقيقي ولا مش حقيقي بالمناسبه؟ لا مش حقيقي. مش حقيقي صح؟ مش حقيقي. انا عاوز اقول لك والله بجد اللهم بارك، احنا في ناس صحابنا يعني ممكن يكون اقول لك يعني مش عاوز اقول انه بدا بعد كده بشويه عشان في ناس ما تاجلش اكتر من كده. ماشي. بس والله اللهم بارك، هو يعني انا كنت جايب وقتها 95% في الثانويه العامه، هو جاب 97 اللهم بارك. اصلا هو شاطر، هو بيفرق يعني في فروقات فرديه بتفرق، بس انا قصدي ما كنتش مصدق ان في حد ممكن يبتدي في 1 في 2 في الاوقات دي ويبتدي يبقى لامم نفسه وبيعرف يحل وبتاع. لا طلعت تشتغل عادي. مش بقول اللي بدأ بدري ما فرقش، بس كويس انك بدأت، ده انت هتبقى واخد نفسك شويه. بس حتى اللي بيبتدي في وقت ان هو يلم ايه نفسه. معنى يبتدي؟ يعني كان ابيض خالص ما بيروحش درس، بيروح الدروس بس ما بيسمعش، ما بيذاكرش حاجه كويس. تمام. هو محتاج الشهر ده فبدأ وده الماده الشهر. انت ما اديتش اصلا القديم ده وقت مش هيتفتح. انا بس صراحه عاوز اطلع بشاهد من كلامكم لانه مهم جدا جدا. يعني دكتور احمد قال ان هو كان في فتره من الفترات اللي هي زي دلوقتي وقع منه دروس تقيله وحاجات في الفيزياء والكيمياء وهكذا، وخلال شهر الجيولوجيا كلها والجيولوجيا كلها بمعنى هي ماده كلها اصلا يعني سهله بس هي عايزه حفظ شويه. وانت لميت كل اللي متراكم عليك في شهر ونص. الفتره دي كده تمام. يعني اي حد دلوقتي مراكم اي حاجه وعنده وقت يعرف ينظم وقته بسيط جدا يقدر يلم اللي الموضوع محتاج عزيمه. الزام. محتاج عزيمه، محتاج اجبار للنفس. انا كنت بنام 5 ساعات
5 ساعات. 5 ساعات يوميا. وقعدت حوالي سنه مثلا بعد الثانويه بنام 5 ساعات. اتعودت انام 5 ساعات خلاص. بص انا نقول حته قدام شويه في البودكاست في حته النوم دي، بس خليها في الفقره اللي هي في قبل الاخيره. عايزين نسمع تجربه احمد سعيد. يا جماعه الراجل ده اول دفعه اللهم بارك كل سنه يعني. احمد ثانويه عامه 2000 وكام؟ 22. كنت بتاخد احياء مع مين؟ مع دكتور محمد طبعا. طب يا جماعه دكتور احمد ما شاء الله يعني هو الاول على الدفعه بتاعته تراكمي. انت في سنه كام يا احمد؟ ثالثه ما شاء الله. 3 سنين اول دفعه، فيعني حاجه كده 3 سنين يعني 5 ترمات. 5 ترمات بالظبط. يا مسهل. فقول لنا بقى يا باشا تجربتك ايه مع التراكمات؟ هي الفكره دلوقتي هو الطالب بيسال هو الاولى ان هو يمشي جديد لو ما فيش وقت، فهو يمشي جديد ولا هو هيجيب قديم؟ فانا دايما بقول ان الاولى ان هو يمشي جديد، يعني الحاجات اللي هو اصلا لسه ما سمعهاش. يعني احنا مثلا دلوقتي هنبدا بالدي ان اي والار ان اي، هو اصلا لسه ما سمعش الحاجات دي، فالاولى ان هو يبدا يبدا ان هو الحاجات الجديده يبدا يجيبها. تمام. لان برضه احنا لو بصينا هنلاقي كتب المراجعه بدات تنزل، وفي بعض المدرسين بداوا ينزلوا مراجعات. فالمشكله الطالب يقول لك لا ده انا لسه ما بداتش مراجعه نهائيه، ده لسه في مثلا انا ناسي مثلا الدعامه، انا ناسي الهرمونات. فالفكره كلها ان احنا الحاجات اللي احنا لسه اصلا ما سمعناهاش انا ما عنديش اي خلفيه عنها. ما يزودش بقى التراكمات بالظبط. يعني خليك مع الجديد اول باول، ولو انت بدات تراجع الجديد يتذاكر اول باول. ايوه عشان ما تركبش هو كمان. لو عندي اكس ما يبقاش اكس يعني. الفكره اللي انا بتكلم فيها ان في ديفكتات معينه. الديفكت ده انا عارفه، الديفكت ده ممكن يكون صفحه. طبعا أيوة. فاهمني. ممكن يكون قانون. انا كان معايا في الجيولوجيا العصور الجيولوجيه اللي هو فاكر انت فاكر ده اتلغت الحمد لله. ده ممكن يكون الديفكت بتاعي. الجيولوجي ده بذاكرها كل اسبوع ده ممكن يكون الديفكت بتاعي. انا اقول لك ان هو يبدا من الاول. طب النقطه والله عشان الحته دي انا غلطت فيها. انا فاكر في الكيمياء في ثانويه عامه الكيمياء كانت من المواد اللي انا يعني دخلوا في العضويه بدا، واظن في نفس التوقيت احنا فيه برضو الناس دخلت في العضويه، فمشوا في العضويه وانا كنت ما ظبطتش الكيمياء اللي قبل كده. فسبتهم ماشيين في العضويه وبحضر الدرس ومش فاهم هو بيرمي ايه الكلام ده كله بالنسبه لي. مش بذاكرش حاجه. فرجعت ظبطت الكيمياء القديمه دي، وعلى ما خلاص خلصتها وظبطتها كان هم خلاص وصل نص العضويه. ما دي كارثه بقى. لقيت نفسي ببتدي بفك طلاسم لوحدي، يعني ما فيش حد يذاكرها لي. اللي هي ايه حرف السي ده، ايه سي وطالع له عايز اقول لك في سؤال في العضويه دلوقتي بيقول لك مثلا حضر لي مثلا وليكن مثال من من اطران العصب هات لي بقى بنزين بقى. فدي بتبقى كارثه ان انت كنت بس ممكن لو مركز شويه زي ما احنا بنقول مركز في الجديد ما تخلوش هو كمان لما ترجع له اكنه بقى متراكم. طب ايه ما تزودش التراكمات. يعني لو هتراجع دكتور احمد كان بيقول انا عشان كده سالته بتروح الدروس ولا قاعد وانت بتراجع؟ لا ملتزم 100%. فقال ملتزم 100%، يعني بيذاكر الجديد هيجيب القديم وهو بيذاكر الجديد. طيب السؤال بقى لو واحد مسحول في الدروس بتاعته الايام كلها، انا بقول ورايي ما تراجعش. صح. ما تراجعش يعني هم كام ماده؟ طيب يعني هم دلوقتي 4 مواد. 5 مواد خلاص. عربي وانجليزي الفرنساوي وفيزياء وكيمياء واحياء وجيولوجيا، يعني 5 مواد. يعني احياء وجيولوجيا ماده واحده. فالطلاب مثلا في القاهره بتروح الدروس في السنتر مثلا في الاسبوع ده، وليكن لو اليوم فيه مادتين اليوم باظ. لو عنده يوم او 2 يا دوب هيلم الجديد. والله ما اعرفش انا صدقني ده الواقع دلوقتي. طب يعني ايه ما اعرفش يصحى بدري شويه؟ يعني ما اعرفش يصحى بدري شويه، ما اعرفش ساعه في اليوم لما يرجع ينام ساعتين ويصحى يذاكر شويه. طب ما هي انا ما بتمشيش غير كده. بس هي الفكره بس في الاستعداد النفسي للموضوع. يعني مش معقول واحد هيقوم الصبح يروح درسين رايح مواصلات وجاي مواصلات ويقعد في السنتر مثلا 5 6 7 ساعات ويرجع بالليل يذاكر ساعه في القديم. مش هيبقى مستعد. انت مستعد تتعب ولا مش مستعد؟ مستعد تطلع مش هقول لك اقصى ما عندك يا دكتور احمد لا تقسو على الطالب. لا مش انا كنت طالب وانا كنت طالب. هي الدنيا ما فاضلش فيها غير شويه دول، هترجع تواجههم ايام الامتحان ولا ايام المراجعات. يعني الوحش بيكبر والاسترس بيزيد والوقت بيبقى خلاص خلص. الموضوع بيبقى مرعب وقتها. ان شاء الله يبقى في حل بالمرحله بتاعتها، بس انت دلوقتي في وقت اكبر. يعني عارف انت جمله ايه؟ انت بتبقى واقف قبل اللجنه محتاج نص ساعه تاكد على قانون. صح. ما بالك بقى انت معاك شهرين، معاك 3. لا انا مش دعوه، انا ما يحلاش بقى القانون ده غير قدام اللجنه. صح. تخيل بقى انت بتبقى واقف قدام اللجنه اصلا بتقول لو كنت عرفت الموضوع ده امبارح بالليل، مع نفس الكلام عمال ترجع لورا اهو. فمعاك وقت. لا معلش لما اجي قدام اللجنه بنشوف الموضوع ده.
فرعب الصراحه، ما بيبانش الموضوع ده قيمته غير في الاخر الصراحه. صح. هي برضه الفكره، انا لو ما عنديش وقت مثلا والخلاص يعني هي قفلت معايا، مفيش وقت، مش مفيش اي وقت ان انا اجيب قديم. احنا برضه لسه عندنا فتره كبيره اللي هي فتره المراجعه، فدي برضه يعني انا كطالب مثلا بسال، انا خلاص يعني يا دوب الجديد بالعافيه، وفي بعض الحاجات بتبقى يعني ماشيين الجديد، هل كده خلاص انا كده الدنيا قفلت؟ برضه لا، يعني احنا برضه فتره المراجعات فتره كبيره، كل درس هترجع تاني، لسه في ليالي الامتحان. بالظبط. فالطالب اللي هو مثلا انا خلاص انا مفيش بقى، ما انا مش قادر قفلت انظم معايا. وقتي، قفلت خلاص. يعني انا يعني ضعت بالنسبه لي خلاص ماشي، ولا أنا ايه؟ الوقت لا الوقت خلاص، وانا الجديد مثلا يا دوب بالعافيه بجيبه. فقصدك تقول ان هو ما ضاعش يعني. لا انت لسه، احنا لسه بدري خالص يعني. ماشي، بس برضه يا احمد ما بنقولش ده دلوقتي عشان لسه المراجعات ما بداتش. بالظبط فده بيكون مدعاه لبعض الطلبه ان هم طب خلاص بقى لا، استنى بستنى المراجعات المراجعات. بقى اللي هو فاحنا يعني المشكلة فاهم، عشان بس يبقى احنا بنقول الحاجه وضدها، على فكره بص، بحيث ما هو ياخدش الكلام على محمل واحد. بس اقول لك حاجه، احنا ممكن في نفس القعده اهو في حد اللهم بارك، حد من الناس الشطار خالص وبيقول لك انا عم هستناها للمراجعه، وفي حد بيقول لك انا كنت ابتدي من الاول بس كان عندي اجزاء قديمه وما اتظبطتش، حد تالت بيقول لك لا اتعب زياده شويه، حد يقول لك، فهو كده في تنوع، في انا تنوع نفسي حتى في شخصيا، طرق انا الموضوع. شخصيا اول حاجه صعبه جدا جدا يعني اول مره اقولها في حياتي، انا كنت كل شهر في ثالثه ثانوي براجع كل المواد. يعني انا عمري ما راكمت، انا دخلت شهر 4 او شهر 5 ده، واحنا والله فعلا كنا بنروح الدروس بنفهم بالعافيه من المدرسين، هم على راسنا يعني، ولكن كان في حاجات كده اللي هو ما فهمناش لما دخلنا الكليه فعلا يعني، في الاحياء وفي الاحياء بشكل عام يعني. فانا كنت كل شهر ما نمشي الا لما ابقى مراجع كل اللي فاتني، كل المواد بقى يعني فاهم. انا كنت بجيب مثلا، انا فاكر الفيزياء اللي هي مش الحديثه، اللي قبل الحديثه، 4 فصول تقريبا، لا بس في نقطه كنت بقعد المهم مثلا في 5-6 ساعات شرح يعني افتكر الكلام. وكذلك الكيمياء العامه مثلا يا دكتور كنت قاعد ماشي. اذاكر العضويه مثلا في قعده. طب ماشي، في طالب هو دلوقتي يعني ازاي كنت بتراجع كل شهر، بس هي عارف في حته احصاء واقعيه كده، ان اول وش مذاكره ده غير تاني وش مذاكره غير تالت مليون وش في المية. مذاكره. ده مليون في المية. مليون في المية. واحد بيراجع كل شهر ده في الشهر الثالث بيراجع اول باب، أنا مش زي بقول اول لك واحد أهو. لا، بيذاكر اول مره قديم. 5 ساعات، لا ثالث ده مره الاجمل 3 بقى، ساعات. ده الجميل بقى انك تعالى بص على نفسك في المراجعه النهائيه في ليله الامتحان. انت ما بتذاكرش انا فاكر يعتبر والله أصلاً. احمد كويس جدا جدا ان احنا كان في امتحان جيولوجيا تقريبا، وكان قبلها يوم ونص او يومين ونص مش فاكر قوي يعني. فانا جيت من الامتحان اللي قبله في نفس اليوم، نمت ساعتين وصحيت راجعت الماده، بقيت قاعد يومين مش عارف اعمل ايه، عندي امتحان ثالثه ثانوي النهائي فاينل مش عارف اعمل ايه، ما انا خلاص كده خلصت. يا رب يكون مشاكلي دي، عارف اللي هو في تأجلت. طالب دلوقتي قاعد بيقول الجيولوجيا تأجلت اسبوع، سجلت. تأجلت اسبوع، الامتحان اتأجل اسبوع. طبعا 2016 شاومينج والتسريبات والكلام ده أيوة. يعني. انت بتضحك ليه؟ يا عم ايه المشاكل دي؟ ايه المشاكل دي؟ الناس مراكمه. انا بقول له التسريبات الشاومينج بيضحك. يا عم ايه المشاكل؟ انت عملت فيهم ايه يعني؟ المهم الماده اتأجلت اسبوع، انا كان فاضل يوم ونص، كان قبلها 5 ايام، ماشي. كان فاضل يوم ونص وخلصت، فتأجلت اسبوع زياده، فشطاني لعب بيا. استنى الاسبوع ده. لا اقول لك، انا اصلا عمري ما رحت لعبت بلاي ستيشن. يا نهار اسود. يا نهار اسود. عمري ما رحت لعبت بلاي ستيشن. دلوقتي انا عايز اتعلم اللغه اليابانيه. واحد كلمني قال لي ما تيجي نلعب بلاي ستيشن. ما اتأجلت بقى اسبوع. فالمهم انا قلت الاجازه وصلت. مش ما قلتش كانت آخر لبابا مادة في الامتحانات صح؟ كانت اخر ماده، ما قلتش لبابا بشكل مباشر بقى، قلت لاشرف اخويا قول لابوك احمد عايز يروح يلعب بلاي ستيشن، قال له لا. فانا اصلا ما كانش عنده الجرأه ان انا ايه اقول لابويا اواجه، قلت خلاص لا بقى خلاص بقى. قعدت بقى مش عارف اعمل حاجه بقى، ذاكرت تاني الماده. انا فاضي بقى. ايوه. قعدت اذاكرها تاني. جيولوجيا انا حرفيا الوقت كان 3 ساعات، انا طالع بعد ساعه ونص بالظبط، وكان في نص ساعه مش عارف انا اعمل ايه. ايوه. كان خلاص بقى. احنا ايه اللي جابنا هنا؟ شفت. طيب احنا اتكلمنا في حاجات عشان انت بتسيب الجيولوجيا. احنا اتكلمنا في مواضيع جميله دلوقتي جدا كتير وانت مش عارف تعمل فيه ايه لما هو كان بيقول كده. بالظبط. فالاستنتاج من الكلام الجميل دوت ان كل ما انت لميت اللي وراك بدري واللي متراكم اتلم بدري، كل ما ارتحت بعد كده في يعني حرفيا انا عارف جمله كده كليشيه قوي، اتعب دلوقتي ترتاح بعدين. الحاجه الوحيده اللي يمكن تطبيق المثل ده عليها التراكمات بتاعتك، اتعب فيها دلوقتي ترتاح فيها في المراجعات النهائيه وفي ليالي الامتحان. تمام. دي حاجه تنطبق عليها 100%. طيب احنا كنا مع السؤال الاول اللي هو القديم ولا الجديد، ودخلنا في التراكمات وهكذا. طب عايزين نطلع بقى بحاجه عمليه الطالب يعملها. ما هو قال لك كده زي ترتاح بعدين. يعني في الموضوع ده، في موضوع القديم والجديد، انا وجهه نظري الشخصيه وده بتجربه، يعني
وجهه نظري الشخصيه يبدا طبعا نبع عن مراجعات. تجربه، مش مراجعات. يحط المواد قدامه، يعرف هو عنده ديفكت في ايه. معلش انا مش ما ينفعش ولا منطقيا ولا عقليا ولا عمليا ان انا ابدا مراجعات من الاول دلوقتي مع الجديد، مش لان الجديد صعب. بالظبط. ابدا اشوف الديفكتات اللي كانت عندي واعدلها واصلحها. صح. وقراءه مره، قراءه مش مذاكره، قراءه الدرس مره مش زي ثاني مره مش زي ثالث مره. فالحل العملي من وجهه نظري انا يحط خريطه الماده قدامه، باب اول باب تاني باب تالت، انا عندي ديفكت في الجزئيه ديت. ديفكت يعني يعني قصور في الجزئيه ديت، ساعه في الاسبوع مش في اليوم. اجيب الحته القديمه دي في الفيزياء، ساعه في اسبوع تاني بجدول. طبعا بجد. طبعا. انا وصلت لدرجه ان انا كنت بطلع الساعات اللي اقدر اذاكر فيها في اليوم. كنت بطلع 11 و12 ساعه ما عندي بيصدقوش وقت. لما نقول كده يا دكتور. والله العظيم 11 و12 ساعه وبذاكرهم. ليه؟ مفيش دروس، ما عنديش دروس في الوقت ده في اليوم ده. لا ممكن يكون عندي درس، بس ال 11 ساعه دول ما عنديش فيهم دروس. ما عنديش من فيهم نوم. من العشاء للظهر مثلا. مثلا اليوم وشلت وقت النوم، فانا عندي فاضل 11 ساعه في اليوم، ولا دروس ولا نوم ولا اي حاجه ولا موبايل، يعني مفيش اي حاجه بقى. ما كانش موبايل من ده يعني. ما كانش الدنيا ففي 11 ساعه بستغلهم، بستغل ال 11 ساعه. فبالتالي كان بالنسبه لي سهل جدا ان انا احط جدول اجيب فيه ساعتين في القديم مع 3-4 ساعات في الجديد. انت عارف حتى على ذكر ان الحته الصغيره اللي انت مستهون انا اذاكر دي بس، هتلاقي مع الوقت اتراكمت كبرت وبقيت مذاكر حاجات كتير من انت بتخاف منها. انا كنت داخل ثانويه عامه دي كثالث ثانوي وما اعرفش المبتدا من الخبر، ما اعرفش حاجه في النحو خالص. بدات بقى اللي هو ايه من الف ب كده نحو، لحد ما كنا واصلين على نص التاني مثلا من السنه، وكنت بقى يعني عارف وانا بشرب كوبايه شاي كده امسك لي القطعه كده اعربها كلها كل كلمه فيها. اسالك؟ لا طبعا خلاص. بس بقول لك ايه، ما هو ده عارف، ما ده انا محتاجه لحد حد الامتحان بس اخش ادلقه في الامتحان وخلصنا. بس انا قصدي انا ما كنتش مصدق ان انا ممكن ابقى بعرف كده اصلا، يعني ان انا بتعامل مع النحو تك 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 دي وانا بادئ السنه ما بفهمش في حاجه. فعادي بتحصل لما انت في حته متخيل ان ما بتعرفش تتعامل معاها، لا عادي مع الوقت الاعراب. طيب احنا نطلع كده من المنطقه دي عشان احنا طولنا فيها شويتين، ولكنها مهمه صراحه، مهمه جدا. طيب السلاح القاتل بتاع اي طالب ثالثه ثانوي في الفتره الحاليه اللي هو السنه اللي فاتت والسنه دي والسنه اللي جايه واللي بعدها، السوشيال ميديا، التليفون. حاجه صعبه جدا 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 يعني. وانا مش مصدق لو في طالب ثانويه عامه مثلا بيعمل، يعني طالب لسه في ثالثه، يعني طلاب لسه في ثالثه بيعملوا على التيك توك نصايح للمذاكره وروتين مذاكره وفلوجز وانا رايح الدرس وصوره مع المس. يعني ايه تيك توك وانستجرام وفيسبوك وانت في ثالثه ثانوي؟ يعني ايه اصلا؟ انت عندك كام ساعه في اليوم فاضيه اصلا؟ بص عشان ما ندقش الشريحه برضه، انا مش عاوز اروح لصناع المحتوى، يعني مش عاوز اتكلم مع الطلبه نفسهم. انا بتكلم على الطالب، هو كده طالب بيحاول يبقى صانع محتوى. يعني مش متلقي، لا ده هو يعني هو اترقى في الموضوع، يعني ما بقاش بس مشاهد، بقى صانع محتوى كمان. انا في الجزئيه دي ما ينفعش احكي تجربتي طبعا. ان احنا طبعا الزمن تغير خالص، ما كانش يعني في تيك توك اصلا. لا بعيدا عن دي ما كانش في سبب يخليني امسك الموبايل. السوشيال ميديا لسه ما كانتش بكل هذا الاغراء اصلا، كانت موجوده كل حاجه، بس دلوقتي الموضوع تغير، انه عايز يمسك الموبايل عشان يسمع محاضره. لا في حل يخرج من المحاضره. لا استنى هياخدوها منك يا حاج، استنى التابلت راح فين؟ ما كلهم مهكرين وعشان يفتحوا المنصات. المهم بقى انا كان معايا تليفون نوكيا الصغير ده، نصايح لدكتور محمد ايمن وهو بيقول لك ازاي تنظم وقتك وبتنتهي فيه وقاعد في التيك توك مش فاهم. كان معايا التليفون النوكيا الصغير ده. وصلت لمرحله ان هو باظ كمان، ما غيرتوش. سبته في البيت يعني كنت ماشي على الله، بس سبته في البيت. ايوه طبعا انا خلصت امتحانات من هنا. على ايامها بقى كان الواحد طموحاته صغيره شويه. جبت سامسونج نوت 4. ابو قلم ده. الكلام ده كان 2016. جبته بعد الامتحانات مش بعد النتيجه، خلي بالك. لو لما جاب طب لا كان لسه بعد الامتحانات. بعد النتيجه النتيجه ما بانتش. ايوه سامسونج نوت 4 كان ساعتها ب 5000 ونص. ده ابوك صرف 5000 ونص دلوقتي ب 50000. لا صرف انا $15 كان ب 3 جنيه. كان بسبعة بس ليه بابا عمل معايا كده؟
خلاص هو شافك تعبت. هو شافني عملت يعني فوق اللي عليا. ساعتها بقى انا بقول للشباب ساعتها لما انت تجيب اخرك، وحتى لو يعني ربنا ما قدرش وانت جبت مجموع عالي مش هيزعلوك. صح. والله انا وصل بيا الحال ان انا خلاص جيت في فتره كده انا ما بخرجش من الاوضه بقى وتحت عينيا اسود وبتاع، طالب يعني دحيح يعني. فخلاص جيت في فتره كده وقال لي يا ابني يعني اقعد معانا شويه، سيب المذاكره دي واقعد معانا شويه وكل معانا وعيش حياتك ونام كويس، والله لو ما جبت مجموع مش هنزعل. خلاص بقى يعني فكره انك تبقى دكتور وهنموت نفسنا على دي مش هنزعل. ففعلا الطالب اللي بيجيب اخره وبيبين للناس، او حتى مش بيبين، يعني الناس بيحسوا هو بيعمل ايه وبيتعب قد ايه، خلاص بقى ساعتها بيوصل لمرحله كده عند اهله في ثقه معينه، مهما تعمل بعد كده خلاص احنا تمام راضيين عنك يعني. انا فاكر واحنا رايحين نجيب الموبايل، بابا سألني سؤال، قال لي انت بينك وبين نفسك عملت اللي عليك؟ قلت له اه. قال لي النتيجه مش بتاعتك بس خلاص، وايا كانت هي ايه احنا راضيين بيها. بالظبط. مش هقول لك بقى ان انا كنت طالع من الامتحانات عارف انا حالل ازاي وعارف انا اجيب محدش كام. عارف حاجه، لا صعب جدا. يعني انا كنت عارف ان انا حالل كويس، بس طبعا النتيجه مش مضمونه. بالظبط. انت كاتب كلام ممكن يتقدر بشكل مختلف غير اللي انت مقدره لنفسك. في مقال كتير ساعتها كتير جدا، هم 5 اختياري اللي في الامتحان. ايوه فممكن تقدر بطريقه غير اللي انت شايفها لنفسك. صح. بس انا بيني وبين نفسي ما قصرتش. مش معنى ما قصرتش ان طول السنه ما كانش فيه تقصير. اكيد في اوقات من السنه بيكون فيها تقصير، ده امر مفروغ منه، احنا مش آلات طالع نازل كده طبعا. بس بتعمل اللي عليك، اللي بتاخده بتذاكره وبتحل عليه يوميا، ده المطلوب. بس انت كده عملت اللي عليك. طيب حل عملي يا باشمهندس للتراكمات للموبايل، السوشيال ميديا عامه. السوشيال ميديا عامه. المشكله ده شغلي. لا يعني بعيدا عن ذلك يعني. ايوه انت مش بتشتغل مع ثانوي عامه طالب يعني، انت بتشتغل مع ناس كبار يعني. بص والله مش عارف، انا اصلا هرجع اقول لك حتى على حته تقييم ان ده شغلي يعني. انا اقدر اقول لك ان المدرسين نفسهم اصلا بقوا بيتفننوا ازاي يشد انتباه الطالب. فانت يا عم الطالب معلش خد بالك وفلتر، مش هقول لك المحتوى اللي مش كويس، لا حتى ممكن المحتوى التعليمي الكتير اللي بينزل لك من عند نفس المدرس ده فضلا ده كلامي ده معناه ان انت غير المحتوى التعليمي يعني بقى اهرب يعني، مش للدرجه دي. لو انت بتعمل مدرس واحد، ده لو انت بقى بتعمل مدرس، ده كلهم بقوا ما شاء الله دلوقتي نجوم يعني. كلام الجرح على فكره. شوف اللي هو بص اقفل بقى البودكاست شوف مذاكرتك. خبطش لو سمحت. لا بس لا بجد ما بالك بقى كمان الحاجه اللي انت اصلا طب انت بتسمع المدرس او حتى بتابعه باي شكل، هو بيعمل اي حاجه لها علاقه بالتعليم، اي حاجه بيدخلك الماده في اي هزار ولا حتى بتشوف مدرس يعني. ما بالك بقى انك بتعمل ده في السوشيال ميديا التانية. فلا بحس ان هي مساله هو ياخد باله انه ده غلط يعني. هقول له اكتر من كده حتى يعني لو مش مدرس يعني، حتى لو مش مدرس ما هو الميديا مليانه حاجات تانية. أيوة. وفي حاجات على الوش زي الزفت يعني. ما انا بحس ان هي مساله اولا ممكن يكون فيها مساحه من تخصيص الوقت يعني. انا مش اي وقت افتح فيه السوشيال ميديا. انا شايف صراحه مؤمن سوري يعني، بس التلييس والتحسيس في الامر ده مزعج جدا. انا بالنسبه لي السوشيال ميديا بتضيع وقتك، شيل التليفون، دي اكتيفيشن. خلاص يا باشا امسح ادي التليفون لامك. انا فاكر كان في موضوع اعمل دي اكتيفيشن على فكره. احنا ايام الكليه ايه ايام الكليه كلنا دي الشهر اللي قبل الامتحانات وشهر الامتحانات مفيش سوشيال ميديا، دي اكتيفيشن. لا انا مش بدي اكتيفيت، انا بمسحه. لا بمسح لازم دي اكتيفيشن. كان في واحد صاحبي بقى بيقول لي ايه، بيقول لي ما ينفعش تعمل دي اكتيفيشن او تمسح الفيس. من اكتر حاجه بنستخدمها على الفيسبوك يعني. بقول له ليه؟ قال لي انت مش طفل، فلازم لازم تعود نفسك ان الحاجه تبقى قدامك وما تعملهاش. طبعا صاحبي ده كان يعني بيروح متاخر على الامتحان. فاكر والله كان في موضوع ايام الثانويه العامه ان اللي بيخش ثانويه عامه بيحط بروفايل بيكتشر للاكونت بتاعه مغلق ثانويه عامه. مغلق ثانويه عامه. ده كان الفيسبوك الطيب. ما كانش فيه شورتس يا جماعه. احنا في عصر الشورتس ده حاجه مرعبه. وفي كل منصات فيها شورتس دلوقتي، حتى يوتيوب بتاع الفيديوهات الطويله وبتاع المحاضرات ممكن تلاقي محاضره تحتها كده شويه شورتس بقى، وتخش في واحد تقعد ساعه او ساعتين. هو موضوع ان جيلز اصلا مجرد ما يخش في جيلز ما بيخلص. والفكره يعني ان بس احنا نكون متفقين برضه ان الموضوع مش هيجي من يوم وليله يعني. انا دلوقتي لا يا انا معترض. مش هتيجي من يوم وليله. لا انا معترض. لا معترض يعني. هقول لك على حاجه ابسط حاجه، واحد بيشرب سجاير يجي مره واحده يروح مره واحده، ولا ده ما تقوليش بقى اخد سيجارتين بعد كده سيجاره بعد كده نص باشا اقطع. لو الدكتور قال له لازم تبطل سجاير هيعمل ايه؟ هيبطل. طب لو انت معاك
احنا دلوقتي في شهر كام؟ شهر 2 بنخلص 2 3 بيبدا معاك 3 و4 و5 و6 16 ايام يعني الامتحانات نص 6 ماشي قول ماشي يعني معاك 4 شهور معاك 4 شهور مش 4 يا جماعه 3 4 اقل 5 كمان، انت مش دخلت 4 يوم بس. ونص 3 معاك 3 3 شهور 4 ده بيبدا خلاص وشهر بيبداوا امتحانات يعني ماشي بذاكر شهر امتحانات برضه بالظبط معاك 4 شهور مثلا او 4 شهور ونص. لا انا اركن الموبايل والسوشيال والكلام ده لو انا عندي عزيمه ان انا اوصل لهدف معين. انما لو الموضوع رايح جاي مفيش حاجه محدده انا بالظبط. عايزها ايوه لا افضل غرقان. بالظبط. والله انا داخل السنه ديت، انا عايز اعرف انا داخل انا عارف انا عايز اعمل ايه. هل ديت بقى وقته ان انا مثلا اقعد بقى مثلا على الفيس؟ طب ما احنا خلاص انا قعدت بقى وهنزهق من الفيس على فكره بس انا كلنا داخل انا عايز اعمل ايه. كلنا لحد مش هقول لك لحد اول الثانويه لحد اخر الثانويه احنا مش عارفين احنا عايزين ايه. انا عايز ابقى كويس فاهمني، اللي هو عايز اخش بتجتهد، كليه كويسه بس انا وبجتهد. بس في ناس عارفه بس عايزه يعني في حلم كله. ما اقصدش ان هو مش عارف ان انت هو عايز يبقى يمكن دكتور. تفهم قصدي على مين. معانا في السنتر ما شاء الله ناس العيال دي بتذاكر عشان اوائل الجمهوريه والله العظيم فعلا ده ايه هدف. لا بس احنا بنتكلم على قصده مش مسألة بس انت بتعملها بعد يعني انت عايز تخش ايه كليه مثلا. فلو انا مثلا واحد التارجت بتاعي مثلا تجاره عادي هو لا محدش بيحسبها كده يعني. هو عايز يجيب مجموع كبير جدا ويخش طب بشري مثلا يعني. ده معظم الناس اللي احنا بنشوفهم شطار قوي فاهمني. بنت بتقول لي انا حلمي انا واختي اوائل الجمهوريه ما تهزرش معانا يعني. وبيشتغلوا على كده وباين عليهم كده. ودكتور احمد عارف قصدي يعني. ومعانا في كل سنتر مثلا من دول 2 3 فاهمني. هم كده في المجموعه. عارف انت الورده حمراء في وسط الورد الابيض. الحاجه دي باينه جدا خد بالك. وده يمكن محفز لبعض الشباب ان ما تفكرش الناس كلها خايبه يعني. هو الغالبيه خايبه بس لا في ناس واخداها بشكل عنيف ما اقولكش يعني. في ناس واخده الموضوع بشكل جدي جدا 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 وهيعملوا حاجه كويسه جدا. ف باذن الله ربنا يكرمهم ان شاء الله. انا بس عايز اكمل فكرتي. انا اقصد ان انت بتيجي لحد اخر السنه خلاص بيبقى الهدف واضح. طب الهدف الواضح ده بيتطلب ايه؟ مجهود. لا مش مجهود خرافي. مجهود خرافي. ودايما يعني والدي ربنا يبارك فيه ويديله الصحه قال لي كلمه في اول السنه هي دي اللي كملت معايا. قال لي انت بتروح دروس في ال7 مواد. انا كان اول سنه اروح دروس في كل المواد. انا كنت من النوع اللي بيخش دروس يعني كنت بروح يعني بالزق درس العربي والانجليزي. ما بحبش اروح دروس ما بحبش اروح مدرسه يعني يلا بحب اذاكر لوحدي. عايز اتعلم بحب اذاكر لوحدي وانا ما بحبش فكنت بروح 7 دروس. والدي قال لي المدرس عليه 10% وانت عليك 90. يا سلام. وصلت لاخر السنه او مش اخر السنه بقى يعني انا اتخرجت الحمد لله بعد التجربه دي كلها المدرس عليه 5% وانت عليك 95. 95 دول بتوعك مجهودك الشخصي اللي هيوصلك للنتيجه مش مجهود المدرس بس. المدرس بيعمل اللي عليه طبعا وقدره كبير وفضله كبير ويعني مش هنتكلم عن فضل المدرس يعني امر مفروغ منه بس مجهودك انت هو اللي بيحدد النتيجه اللي بعد كده. لو المدرس سوبر هيرو وانت ما بتذاكرش ولا مفيش نتيجه بالظبط. طب لو المدرس نص ونص كلهم على دماغنا وانت بتذاكر وبتبذل مجهود في البيت هتجيب مجموع كبير. صح جدا صح جدا. عشان نطلع موضوع السوشيال ميديا بعض الناس يقول لك ايه لا انا امسح الفيس وتلاقيه بقى لو كان بيقعد مثلا نص ساعه لا يقعد ساعه بقى عن ما يسجل على جوجل كروم ويخش من يفتح من جوجل. دي حاجه عجيبه بالنسبه لي عجيبه جدا. احنا كنا بنيجي نلاقي الامتحان كان ليا صديق مع التليفون يقول لك لا انا هقفل التليفون يا جماعه. التليفون انا مذاكر مثلا التليفون يبقى جنبي انا مطمن ان هو جنبي وخلاص بس انا التليفون جنبي وخلاص. هو يعمل ايه بقى؟ يروح قافل التليفون يجيب تطبيق كده يقفل التليفون. المهم ماشي يروح قافل مثلا 8 ساعات. لا انا خلاص كده ايه هذاكر 8 ساعات والتليفون مقفول خالص. ياخد مثلا نص ساعه يقعد بقى يستنى عم التليفون يتفتح جنب 8 ساعات يستنى يشوف التليفون لحد ما يتفتح. طب ليه يا ابني تسيب في نفسك كده؟ نخلص في الجزئيه ديت ان الموضوع محتاج اراده وعزيمه ووضوح هدف. لو ال3 دول موجودين هياخد قرار فعلا انه يبعد عن السوشيال ميديا لان الموضوع مش سهل. الموضوع بقى يعني ادمان حقيقي
ودايما والله كنت بتكلم مع حد من كام يوم على جزئيه معينه، جزئيه الشغل عموما يعني. فكنت بقول له، هو بيقول لي ان انا مش عارف اشتغل. بنزل اتعلم طوارئ، فما بكملش. بتعلم عنايه ما بكملش. بتعلم اطفال ما بكملش. طب اعمل ايه؟ قلت له والله انا مريت بالتجربه دي. كنت في سنك، مريت بالتجربه وشفت زمايلي اللي حواليا، الناس اللي اتجوزت، الناس اللي خطبت، الناس اللي عايزه تجمع فلوس لتجميع الفلوس. قلت له هم حاجتين هم اللي كانوا بيخلوا الناس تكمل في اي مسار بيرسموا نفسهم. الحاجه الاولى هي الحاجه الماسه للفلوس. انا محتاج فلوس عشان اصرف على نفسي، محتاج فلوس عشان اصرف على من اعول، هتستموت. ما بايع نفسي. الحاجه التانية تمام هي وجود حد بيساعدني. لو في حد بيساعدني وبتعلم منه، حد موجود في مكان معين، مستشفى معينه، قسم معين، بروح له، تعرفت عليه، بدأ يساعدني، بيعلمني، ده دافع ليا للعمل. نطبق ده على الثانويه. لو انا عندي حاجه ماسه لكليه معينه، لمجموع معين، ده دافع كبير. طب ولو توفر عندي كمان مدرس بيساعدني بالشرح، بالاسئله، بالنصايح، الاتنين دول موجودين، خلاص انت مفيش حاجه خلاص. عندك حق. لو الدافعين دول موجودين او الوسيلتين دول موجودين، انت ان شاء الله لو طبقت صح ومشيت صح ان شاء الله ربنا يكرمك باذن الله. بس يعني فده حد عنده اضافه على موضوع السوشيال انا ميديا؟ لما سمعت وانت بتسمع وانت بتقول القصه دلوقتي، كنت في تاني جزئيه، كنت فاكرك هتقول على الصحبه، اللي هو انا مصاحب مين اصلا في ثانويه عامه، وده اللي بيفرق معايا. ده موضوع ده خطير. حاجة سؤال حاجة بقى كبيرة دي. إيه؟ حاجه كبيره قوي دي، محتاجه قصه يعني لوحدها، حلقه لوحدها. محتاجه حلقه. دي محتاجه حلقه بجد. يعني انا فاكر والله كان ليا يعني احنا النظام القديم كان شويه فيه حاجات خلينا نقول هي صراحه بتتحفظ. فانا صاحبي ده كنت انا هو بنتنافس على اللي يجيب معلومه التاني ما وصلهاش لسه، ممكن يسال عنها في الامتحان. ايوه. فكنا مثلا ممكن نبقى في الطريق مثلا لدرس بالتلت ساعه، فاحنا اصلا قاعدين طول التلت ساعه دي في المواصله بنسال بعض تنافس حرفيا. احنا قاعدين بقى، تعالى تعرف تعرف لي كذا، تعرف تقول لي كذا وحدتها ايه، خلاص. هو ده كان اسئله النظام القديم. احنا ما ضيعناش تلت ساعه، ولا قعدنا مقضينا سوشيال ميديا، ولا قعدنا نتفرج على الطريق، ولا قعدنا فكانت فرق قوي. انت اكيد التلت ساعه دي كانت بتفرق يعني تعتبر مذاكره، بس احنا قاعدين بنلعب. ففكره انت مصاحب مين، ده انت لما بتقابله بتلاقيه مثلا تقدم شويه في المذاكره وانت نايم في الخط. هو نفس الكلام العكس بالنسبه له. صح. ده حاجه انا عايز اقول لك تفرق يعني قوي. انت عندك حق طبعا مليون في المية. يعني الصحبة الصالحة هتاخدك في طريق صالح مليون في المية. الصحبة بقى العكس بقى، الطالحة او السيئة، يا نهار ابيض. هي مثل الصحبه الكويسه في الثانويه اللي انت بيجي لك وقت انت بتقع فتلاقي اللي يشدك تاني. صح. يعني احنا هيجي لك كده في الدروب كده كام دروب في الثانويه انت لازم تقع. بس مش عارف ليه بحس ان هو الحاجات دي بتحصل مع الولاد بس مش مع البنات. لا هم البنات تلاقيهم في حس معزولين مثلا كده. مشاكلهم مشاكل تانية ما بحسش البنات ملهاش علاقه بالشيشه والسجاير. لا ده مش قصدي على الشيشه، أنا بتكلم قصدي على الصحبة اللي بتشجع على التنافس مع الولاد الشطار مش مع البنات. يعني ما احسش ابدا بنت بتشجع بنت، ما اعرفش ده صح ولا غلط. لا ما اعرفش. مش عارف. ما عشناش الموضوع ده ولا عرفت. ماشيين ما عشناهوش ممكن، بس انا ما بحسش ده. بتلاقي نوعيه حلوه كويسه جدا في الصحاب، مثلا اللي انا وقعت يا جماعه انا مش عارف اذاكر، انا عندي مشكله. لا تلاقي بقى الصاحب الجدع يقول لك لا طب تعالى هو في ايه، طب انت مش عارف تذاكر ليه، طب ايه المشكله، طب تعالى، طب بص ده انا مشترك مثلا مع مدرس فلاني ده كويس، طب تعالى جرب، طب انت مش قادر تفهم. ده بقى الصحاب اللي اسمهم صحاب فعلا. ايوه. غير بقى اللي هو مثلا لا يا جماعه انا مش عارف اذاكر. دكتور احمد الصاحب الصالح ده هيدلك على دكتور محمد ايمن. بالظبط ده فعلا. اللي هو بقى يا جماعه انا مش عارف اذاكر، والله احنا كلنا يا عم والدنيا بايظه معانا ما اشد الغربه. الحمد لله. طيب احنا اتكلمنا في حاجات جميله خالص يعني. عايز بس انهي حوار ثانويه عامه دوت بحاجه كده تشجع الطلبه في الوقت دوت، الا وهي يوم النتيجه. ويمكن انا حكيت على يوم النتيجه بتاعي في بودكاست شخصي وبودكاست مع منعم، فعاوز اسالكم انتم بقى على اليوم ده كان عامل ازاي. انا شخصيا طبعا عارفين يوم النتيجه يعني كان يوم 3. انا فاكر اليوم ده كويس. انا الحمد لله كان عندي ثقه في ربنا ان انا هجيب مجموع كويس.
فانا كنت بقول لاشرف اخويا انا لو المصحح ماسك كتاب المدرسه وماسك الورق بتاعي هجيب 406 ونص من 410. من 410. ماشي، ما بقاش كده دلوقتي. انا بقول لك لو المصحح ماسك كتاب المدرسه وبيراجع حرف حرف على الورق بتاعي هجيب 406 ونص. فانا بالنسبه لي طمن. مطمن، وكان عندي ثقه في ربنا ان ربنا مش هيخذلني، لسبب انا كنت طول السنه بدعي، كنت مثبت الدعاء في السجود، فانا كان عندي ثقه عمياء خلاص. يعني خلاص انا متاكد ان نفس ربنا الحاجه هيكرمني. تقريبا. طبعا البيت عندنا لا فطار ولا ولا النتيجه بقت قبل العشاء. اتعشيت. اتعشيت. انا الوحيد في البيت اللي كلت في اليوم ده. امتى؟ الصبح والظهر. الصبح والظهر. انت انا الوحيد والله طمن بقى يعني. انا الوحيد. ايوه هو قلق الاهل طبعا اكبر من قلق الابناء. يعني كتير. انت مثلا بتقول انت اول مره تشوف والدك يبكي، انا كذلك. وبكاء هو مش قاصد، ده فرق يعني مش قاصد يعيط، انت فاهمني؟ هو جت كده. انا بالنسبه لي الدنيا كويس خالص وبارد، وهم طبعا هينفجروا مني. انت ازاي كده يا ابني؟ ده احنا مش قادرين نقعد، مش قادرين نقف، مش قادرين نقعد. فالمهم جت قبل المغرب ب5 دقايق. اخو واحد صاحبي كاتب على الفيس النتيجه فاتت ومعايا اللينك اللي عايز يبعت رقم جلوسه، فرحت كاتب له كومنت برقم الجلوس، فقام عامل لي ريبلاي بعدها بدقيقه 407. فقمت انا مش عارف برضه يعني مش عارف اقول له ايه. انا بس لما تشوف التاكيد قمت عامل له ريبلاي 4 علامات استفهام. ليه؟ ايه مع ان انا متاكد ان انا هجيب مجموع عالي. عامل حساب 406 ونص. صح. قال لي يا ابني اللي انت كاتبه ده انت جايبه انت كان 99 و3 حاجه زي كده يعني. فالمهم خلاص بقى الجماعه في البيت كلهم حواليا اصلا، يعني انا مش الكلام ده مش ان انا قاعد لوحدي، لا ده كله حواليا. هي دي بقى اللحظه اللي والدي بكى فيها. انا طبعا ما استحملتش الوضع ده. المغرب اذن وقمت رايح اصلي. تمام الحمد لله كنت بصلي في المسجد على طول يعني. رحت اصلي في المسجد. طبعا احنا بنصلي سمعت الزغاريد في البيت. جابوها بجد وجداني. جابوها بجد بقى بسكرين. ايوه 406 ونص. لا 407. فانا بصلي وسمعت الزغاريد. طبعا احنا خلصنا صلاه كله بص لي بقى، ما كله مستني العريس. العريس انت كنت فين يا بارد يا انا؟ فايه قلت لهم ان شاء الله خير. عملت ايه يعني؟ انا كنت بصلي معاكم اهو. عملت ايه؟ قصدك على المسجد. ايوه في المسجد. ما انا بقى كنت عامل حاله في المسجد بقى. احنا كانت الامتحانات في رمضان. فكل ليله الامام بيدعي لي بيدعي لك انت. والله في دعاء القنوت. احمد وفيق يا بختك في دعاء القنوت كل ليله بيدعي لي فجر وتراويح. فالمهم ايه رحت والدي قابلني طبعا بقى مبسوط خلاص بقى الامتحانات. قال لي 407. قلت له نقصت في ايه؟ قال لي انت نقصت تخيل بقول له نقصت في ايه؟ ايوه قال لي نقصت درجتين ونص في العربي ونص في الانجليزي. قلت له لا ما ينفعش. لا مش صحيح يا ابني احمد ربنا يا ابني. هو عكسها بقى. انا نقصت نص في العربي ودرجتين ونص في الانجليزي. فتمام بالنسبه لك بقى. ده منطقي لان انا عارف ان انا غلطت في الانجليزي. ايوه الماده الوحيده اللي غلطت فيها في الثانويه، فانا عارف ان انا غلطت في الانجليزي. والله ده كان بالنسبه لي يوم ربنا النتيجه. يوعد الناس يعني اللي نفسها ان شاء الله يا رب. بس انا كنت جبت السامسونج بقى كان خلاص انا كده مطمن يعني. عشان كده كان بارد. سامسونج في جيبي خلاص دخلونا اي كليه. انا حاسس ان انا ضد خالص من حكايات وفيق يعني انا بقى كنت في امتحاناتي شايف ان انا الدنيا بايظه. انا كنت علم رياضه وكنت كل تقريبا امتحان رياضه بخرج منه انا سايب مساله الرياضه مش سايبها انا كنت بهبط بقى فيها خلاص مش هسيبك خالص كويس يعني. بس غالبا مرعوب مثلا من كل ماده من كل فرع كده مثلا مرعوب من 5 درجات فيه ودولت اصلا ضيعوا 4-5% اللي انا كنت عامل حسابها عليهم. وكان اخر ماده خالص في الامتحانات ديناميكا وهموت من كتر اللي انا الاسى ان انا كل ماده بخرج منها بحس ان انا اديت اوحش. فحاسس ان اخر ماده دي بقى خلاص هي اللي عارف
بس سبحان الله ربنا يعني رزقني المدرس بتاع الرياضه اللي كنت باخد معاه. سالني هو بيقول لي تتوقع عموما تجيب كام؟ فقلت له ما اعرفش بس انا حاسس ان انا مش عادي 90. قال لي طب بص هو هي مش فارقه فاظبط اخر ماده وخلاص. شفت الكلمه؟ فلعلها هي اللي تسند اي حاجه ما جتش عليها يعني بقى ايه اظبطها هي خلي بلاش الباقيين يعني. فدخلنا الامتحان ده وكان ما تعرفش يعني عارف اللي هو ايه كان فاكر كان جاي مساله سهله قوي لدرجه ان هي بتحل مثلا بقانون نيوتن الاول وانت مش مصدق ان دي مساله ثانويه عامه. ايوه اللي هو يرعبك اكتر يا عم بالله عليك. ايوه اكيد مساله مش مباشره خليك لوجيك للدرجة ايوه دي. في المنطق ايوه. وحليت خلاص الامتحان وتوكلت عليه وخرجت. فما بين الامتحانات نهايتها وما بين النتيجه كان فتره رعب بالنسبه لي لان انا شايف ان انا اديت حلو قوي الحمد لله طول السنه. فليه الامتحانات مشيت كده؟ وجينا ليله النتيجه نفسها يوم النتيجه نفسه كنا في العشر الاخر من رمضان. وكل يوم يقول لك نتيجه هتطلع وتيجي ثاني يوم يقول لك لا ما طلعتش النهارده تطلع بكره. كل يوم نفس الكلام لحد ما اصلا انت ايه ده بيستنزفك اصلا مت اصلا. فجينا في يوم قال لك النتيجه اتسربت. انت حصلت معاك واديته رقم انا ما قدرتش ادي اللي بيقول ان معايا النتيجه ده رقمي اصلا. خفت يكون المجموع قليل. مش عاوز اعرف النتيجه. بتشرح على النت. لا مش قادر. وكنا في المسجد ما بين العصر والمغرب كده كان واحد صاحبنا بيعمل عقيقه لبنته كده وكون معايا 4 اصحابي وانا الخامس بتاعهم وكانوا دول اصحابي في الثانويه العامه برضه. اللهم بارك الاربعه جابوا فوق يعني جابوا في رينج ال 95%. فده ستريسري اكتر يا جماعه. أيوة. عارف اللي هو انا اللي ابقى الواعي اللي وسطكم يعني. وكنت مقضيها بقى طول الفتره دي دعاء 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 ومش قادر بقول يا رب بس هندسه السودان مش هندسه اسوان انا عايز هندسه السودان. ايوه والبتاع ده النتيجه طلعت واحنا في صلاه المغرب يعني واحنا بنصلي المغرب واحنا جوه الصلاه سمعنا زغاريد بقى في الشوارع وبتاع. فخلصنا صلاه المغرب وطالع من الجامع كده واحد مقابلني بيقول لي 95%. اللي هو انا ما كنتش يعني ازاي عارف لو انت انا بقول لنفسي سبحان الله لو انا كنت بس استسلمت لاخر ماده دي بس. يعني لو كنت داخل اخر ماده دي بنفسيتي ان الدنيا بايظه فانت ما تقيمش انت ماشي ازاي جوه الامتحانات. ما تلاقيش ماده بتبوظ فتبوظ اللي بعدها. ده درس حلو جدا 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 صح جدا جدا جدا. ما اقولكش انت جيت على حته حساسه قوي يعني صراحه. اللي حصل في الامتحانات يحصل يعني عارف اللي هو ايه كده انت الاسى على ده وزعلك اصلا حتى على اللي بيحصل في الامتحانات مش هيفرق في النتيجه حاجه. لبن مسكوب مش هيفرق في النتيجه حاجه. واللي هيحصل في النتيجه نفسه على فكره انا مثلا ايه حتى مش عايز اصعبها يعني عشان الناس مهتمه بالكليات. انا الحمد لله اللي انا فيه دلوقتي ما اظنش يعني كان ممكن يحصل مثلا بهندسه. انا مش شغال بهندسه اصلا دخلت هندسه. فحتى ده انا كنت ممكن شايف ان انا لازم اخش هندسه اهو والحمد لله دخلتها واستفدت منها بس اشتغلت حاجه تانية خالص. اظن الحمد لله احسن بكتير لو كنت اشتغلت مهندس. فحتى الثانويه العامه مهمه جدا والكليه مهمه جدا والامتحانات والاهتمام ده كله مهم بس انت ممكن تروح حته احسن وممكن تخش الكليه وتبقى حاجه قويه جدا بيها ومهمه جدا وحاجه كبيره بيها. فانت بس كل مرحله اعمل اللي عليك فيها. لو انا بقول لك اخر ماده بس كنت ضيعتها الله اعلم كان ممكن اللي حصل في النتيجه. صح. فبحس بقول لك شوف هو في كان داخل مطمن بقول لهم ايه 407 دي فين الدرجتين بتوعي. لا انا كان كله بقى بالنسبه لي الحمد لله مفاجآت يعني. فكان يوم صعب شويه بس كانت انا كنت اصلا حاسس ناس مبسوطه اكتر مني يعني. ايوه اللي هو انتوا ليه مبسوطين كده؟ انا الحمد لله مبسوط بس انتوا ازاي طايرين بالموضوع كده؟ ايوه. فدي اللحظات اللي بحس ان عشانها بتهتم بالثانويه العامه. بقول لك احنا دخلنا الكليه كليه احلام اهلي يعني وجبنا امتيازات 5 سنين وبتاع وهو بالنسبه لهم يا عم انت كده دكتور يعني طبيعي بقى عادي بقى. يعني اظن احمد لما يطلع الاول على الدفعه اهله مش بيفرحوا زي ما كان طالع في ثانويه عامه مثلا 95 او 96. صح يا احمد؟ صح. هي المشكله بقى كانت اسوأ من فتره الامتحانات اللي هي الفتره ما بين الامتحانات والنتيجه. النظام الجديد بقى بينزل لك ما فيش نموذج اجابه وكل ماده بقى انت تفشل على احمد. لا ما دلوقتي بقى الدنيا فهمش احمد الله يكرمك المدرسين بيطلعوا حلو. لا الدنيا المشكله ان انت كنت يعني تاني دفعه. لا احكي لنا عن فرحه الجماعه يعني ما تروحش في الحته دي دلوقتي عشان ايه هم هيخافوا قوي. والله احنا جينا يوم النتيجه طبعا ايه قبلها بيوم يقول لك النتيجه بكره لا النتيجه الصبح النتيجه. فالمهم جينا في يوم خلاص بقى انا فقدت الامل ان النتيجه مش هتبان اصلا. ما كانش برضه ايه الدنيا ما فيش ملامح وكان
في اواخر الوزير القديم اللي هو اتشال ده، تمام. جينا بقى يوم النتيجه، انا خلاص بقى النتيجه قال لك بقى النتيجه نظام جديد صح اللي هو نظام جديد 2022. امم فاللي هي تاني دفعه تاني دفعه في النظام الجديد. فبرضه النظام ما كانش باين ملامح. انا طالع مش يعني حليت بس مش عارف انا يعني هعمل ايه برضه. يعني كنت برضه انا كان مشكلتي اللي انا بعد كل ماده لازم انا اتاكد اشوف انا اعمل ايه. نشوف بقى نفتح مثلا على النت اي حد كده نزل نموذج النموذج الاجابه دي كانت مشكلتي. ما ينفعش ابدا دي مشكله. يعني دي مشكله في حد ذاتها مشكله، ولكن انا ما كانش ينفع اعدي الماده الثانيه الا لما اتاكد اشوف عملت ايه في اللي قبلها. دي كانت للاسف مشكله. دي كارثه يعني انا جيت تخيل لو كان ده موجود ايام انا بقى كنت لا المشكله لا المشكله لو عايز اقول لك المشكله الاكبر من دي كمان ان الطلبه بتطلع من الامتحان تراجع مع اصحابها. للاسف كده الوقت انت عملتها ايه وانا عملت ايه. طب ما انت ترجع نفس قصتي، ما هو ده اللي كان اصلا ده اللي كان مقلقني بقى. ما انا كل ماده انا بعرف ازاي انا غلطت وانا اصلا ما كنتش غلطان. قد تكون انت اصلا صح. ما هو الحمد لله التراكمي طلع كبير. ايوه بالفتي بتاع بعد الامتحان ده هو ده اللي رعبك بقى من كل ماده واللي بعدها. بالفتي بتاع ايه ده انت عملتها الاجابه ب ده اصلا ده يا حبيبي ده الاجابه سين. عايز اقول لك والله كان عندي واحد صاحبي هو لسه موجود يعني كده. ده كان عارف انت في ناس بتستلذ انها تسفه وتتفه من يعني مش تتفه تبوظ اراء الاخرين. ايوه يعني هو كلنا متفقين انها به هي انها مثلا النواه. انا متاكد يا جدعان وعليه الطلاق النووي. يعني ايوه لا مش النواه. طب اقول لك حاجه الان احلى ما يبقوا جروب حلين غلط وانت عشان الحل صح هم كلهم ضد. هم خلاص ايوه صح ما خلاص بقى الاغلبيه صح وانا غلط. الاغلبيه انت ماشي مع الاغلبيه بالظبط. فكانت المشكله كانت فتره يعني كانت صعبه الصراحه. وجيت بعد العربي بقى العربي ده يعني يعتبر خلاص هو اللي يعني انا يوم اللي جايبه لي النتيجه عمتي كانت جابوها باين بدري شويه فبيقولوا عليا صوت وش المجموع انا جايب كام في العربي. قالت لي انت جايب كنت نازل في جامد يعني نص الدرجات اللي انا نازلها كانت في العربي او 60 من 80. طب خلاص قولي المجموع بقى. خلاص قول المجموع. ايوه وجت يعني انا برضه المشكله برضه ما كانش يعني ايه انت برضه انا يعني نظام جديد برضه ما فيش ملامح ماشي انت جبت مثلا ما يقارب ال 90%. طب انا انت برضه لحد بقى لسه تنسيق بقى يعني كان في الدفعه الاولانيه نزلوا المرحله الاولى والمرحله الثانيه او المرحله الاولى مثلا لحد كذا. هو برضه ساب لك يعني ساب لك الموضوع عايم شويه فانت مش عارف انت هتفرح ولا تزعل. المهم اللي هو كويس يعني المهم اللي احنا يعني لا كويس وانت بتطلع بشاهد كده اهوت من اللي انت عملت عليه وخلاص. ان حوار مهم قوي عشان الامتحانات يعني يعتبر قربت احنا 3 شهور. لو في ماده اخفقت فيها او جبت فيها درجات مش كويسه او مش درجات مش كويسه حليت او ادائك ما كانش كويس اياك تستسلم في اللي بعدها. ومش عايز بقى اروح لحته كده عشان بس ما صعبهاش على الناس او ما اقولش حاجه ممكن عارف انت لما يكون انت في مشكله بس انت ما تعرفهاش. فانا نصيحتي تفتح عينيك عليها. مش عايز ده يحصل بس انا هعمل ده دلوقتي. بس انا هقول ده دلوقتي يعني فاهم بس مش عايز ده يحصل. في طالب ضعيف او شخصيته مش اقوى حاجه دخل الامتحان شاف سؤال صعب انهار خاصه لو بنت يا نهار ابيض مش باظ الامتحان. اجل الامتحان باظ واجلت ماده يا دكتور احمد هتاجل الثانيه جيب غيرها خلاص بقى اجلت 2 و3 السنه الجايه فتمام بقى وهكذا يعني. وحلقه ماده واحده مثلا حلقه بتخلصش. فيعني دي حاجه اياك تعملها. حد سالني في النقطه ديت قلت له دور على السؤال السهل حلو بالظبط ودور على وبعده دور على السؤال السهل واحد عندنا مع الوقت هتكتسب ثقه. واحد عندنا في خد ورقه الامتحان وجري من اللجنه جري مش فيه بتقعد تضرب جري وراه. انا عايز اقول لك الولد ده يعني اللي انا فهمته ده رعب يعني خوف ولا ايه. هو ما عرفش يحل في الامتحان خدها ومشي فخد ورقه وجري من اللجنه اللي هو خلاص بقى مش هسلم اللي هو شوفوا بقى تفكرني هديك ورقه ما حلتش وكده. والمفروض الكلام اللي احنا سمعناه بقى من الموضوع بقى كانها دخلت في محكمه وحوارات يعني. فالحاجات برضو المجنونه دي عارف اكيد ما حدش هيعملها في اللجنه يعني. الله المستعان. والشيء برضو من الكلام ان كان اصلا اغلب الحل ده هقص. يعني تلاقي مثلا ايه واحد مثلا طالب كده جايب لك يلا ومعلم لك بقى اللي هي قصدك الحل بينزل بعد الامتحان. دي مشكله كبيره. دي مشكله كبيره جدا. المشكله بتحل بقى جدا ده انا كده خلاص. يعني انت جيت يوم العربي يا جدعان بنقعد نقول للعيال يا شباب ما حدش يسمع حل على اليوتيوب بعد الامتحان. لا المشكله ان الطلبه نفسهم بيبعتوا للتيم حلوا لي كانوا عن مادتنا انا عايز النموذج حل لي يا ابني روح انسى الكلام ده. انت خلصت الماده شوف الماده الجايه خلاص. والله ما كنت بدور حتى على صحابي اراجع معاهم. انا خلصت الماده سلمت الورقه ايه اللي هيتغير؟ مفيش حاجه. وفي حاجه بتحصل كل سنه مؤخرا كده اللي هو السؤال ده هيتلغي
السؤال ده الف ولا ب ولا ج؟ يا لهوي السؤال ده هيتلغي. السؤال ده حسابات بقى. الثلاث اربع احسب. اسئله دول هيتلغوا. ويا الآخر ما عم تلغيش. سيبك بقى من الكلام ده خالص، خش في الماده اللي بعدها، ارمي بالظبط. خلاص اللي فات ده. صح. ومش مهم اتلغت ولا ما اتلغتش، ده هيتطبق عليك انت كمان. عندك فما اكيد يعني تركيزك مع الموضوع مش هيغير حاجه في قرار الوزاره يعني. هي المهاره ديت الواحد اكتسبها في الجامعه شويه، ان هو خلاص انا بقيت خلصت الماده، انسى بقى، انا خلصت العربي، انسى العربي. مهما ازعل، طب انا لما ازعل دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ لا ده انا لسه قدامي، يعني انا ما ابصش لنص الكوبايه الفاضي، لا انا لسه قدامي لسه مادتين 3 4، نبص لقدام. وعلى ذكر المثل ده، امتحان الدروس، الشامل بتاع الدروس و- مش عايز اقول يعني عشان احنا جبنا شامل في نص السنه، العيال يعني زعلت منه جامد، ولكن انا بقول لكم اهو يا شباب، احنا اي مدرس بيحط امتحان شامل في اي وقت هو بيطلع معاك بالافكار عشان يعودك على الحاجات الصعبه. فانا بقول لك اهو، لو جبت 30 من 60 في الشامل عادي جدا في الاحياء، مش مقياس الشامل اللي خالص. فات ده مش مقياس خالص 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 ان انت هتجيب 40 من 60 في اخر السنه، مش هيحصل، ملهاش علاقه بيها خالص خالص. هيجيب 20. والراجل ده اللي بيحط الامتحان انا بسلمه على الهوا. ف ولا يا دكتور احمد؟ والله يا دكتور هو بيبقى مؤشر بس مش قوي، يعني ماشي. انت ممكن تفوق. ما ده الهدف. يعني انت ممكن إحنا تجيب 30 من بنمتحن العيال 60 ليه؟ في الامتحان عشان الامتحان الجاي تذاكر اكتر وتركز ما ده اكتر، الهدف. تجيب 50. احنا بعد كل امتحان يا شباب، الناس اللي جابت درجات دي كلها وحشة ما بروفات. تزعلوش، ودي بروفة. كلها بروفات، واحنا بنعودك والناس بتراقب عليك وما تغشش وهكذا. ليه؟ اتعود على الاجواء بتاع الامتحان. صح. لان اجواء الامتحان المراقب قاعد بيتكلم مع اللي جنبه في حاجه في الحياه، المراقبه بتتكلم معاه في حله المحشي وازاي تغسل السجاد بالليل، يعني حوارات وتنشنه. بالظبط. فاتعود على المود بتاع الامتحان. ده الهدف من الشامل اللي بنعمله. بالظبط. وبرضه السؤال اللي انت بتغلط فيه انت ما تنساهوش. ده حقيقي. يعني انا فاكر اسئله، يعني مثلا الاسئله اللي انا غلطتها مثلا في الاحياء مثلا او في الكيمياء مثلا، انا فاكرها لحد دلوقتي. السؤال او الفكره اللي احنا بنغلط فيها في اسئله يعني في شامل نص المنهج مثلا كده، السؤال اللي انت غلطت فيه طبعا بقى ناس بيجي في ثانيه، خلاص انت الفكره خلاص يعني حصل معايا انا والله. لحد الان فاكر السؤالين اللي غلطت فيهم في الانجليزي، انجليزي. لحد الان فاكرهم. سؤال بتاع قطعه بتاع اينشتاين، تمام. كان القطعه دي بتبهدلنا في قطعه اينشتاين دي، فجايب كلمه بقول لك كان قاعد سرحان، فعايز يربط سرحان دي باينشتاين. يقول لك اينشتاين لما يبقى سرحان هيكون بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ اكيد مش بيفكر في حاله المحشي بيفكر في ايه؟ بيفكر في الفيزياء يعني؟ في اي حاجه. المهم بيفكر، يعني مش مش بيلهو. ده بتاع التفاحه اللي هي لا اينشتاين نيوتن. اينشتاين بتاع الموزة. فهو بيفكر. انا كان عندي مشكله خطيره جدا، ان انا من كتر حلي ومن كتر الحاجات اللي انا حليتها، فكان في بدايه القطعه يقول لك احمد مش عارف ايه كده وبتاع، فانا مش هقرا احمد وبتاع، مش هضيع وقتي في ان انا اقرا اسم، تاخد الحاجات المهمه بس مش كده. هضيع وقتي في ان انا اقرا يا اسم ابن اللذينة. يا ابن الراجل. اللذينة. دور على الكلام المهم. الكي لايف في القطعه خلاص. ما قريتش ان اسمه اينشتاين اصلا مين اللي بيسأل عنه؟ ما قريتش ان اسمه اينشتاين. ايوه ده اللي غلطني في السؤال. يا ساتر. اخترتها ان هو كان في حاجه في طه حسين كان سرحان، فكانت حاجه كده. غلطت دخلت العربي في الانجليزي لا اصلا. تنم عن طالب عارف اي حاجه. غلطت في النقطه دي. النقطه ده بقى الثانيه التكبر على صح، دي ثقه زياده من الاستعلاء. بالظبط. انا كنت شايف نفسي في الانجليزي معلم. مش معلم، مولود في شيكاغو بالسنس حرفيا كنت شايف نفسي كده. فغلطت في الانجليزي. ايوه. وغلطت في تاني في كلمه تصحيح. طب اقول لك حاجه والله على حاجه ذكر يعني برضو حاجات يعني المدرسه كلها جايب 50 في الانجليزي وانا جايب 47 ونص. يعني على ذكر النحو، طالما انا قلتها في البودكاست برضه، انا فضلت طول السنه اتريق على واحد صاحبي ان هو كان بيعرب ان تاء التانيث بيعرفها بدل وهي اصلا لا محل لها خالص. جيت في الامتحان جت لنا تاء التانيث انا عربتها بدل. والله العظيم. ليه؟ عارف ليه؟ اول ما جت قدامي في الامتحان، عارف اكني بقول ايه؟ بدل كنت واضحه. بتريق عليه فيها ايه؟
دي ليه عارف اللي هو انت الله انت فاكر الافيه اللي كنت عايش بيه طول السنه أيوة. مع زميلك وهو ايه اول ما قابلني بعد بتاع جت اهي وده درس للناس كلها، اياك تتريق على حد هي الثانيه مش يمكن هو يطلع صح مثلا. يا ربي. فساعات انت ممكن ثقتك الزياده تجاه السؤال بقول لك ما انا اكيد دي داخل لها وانا بهزر مع ده انت اللي جيتي تعالي بقى. دي اصلا عكس ما كانت في دماغي يعني هي عكس ما انا جت في دماغي في الامتحان وده برضه ما قراش راس السؤال. فساعات اللي هو تبقى انت عامل بقى اللي عليك كله طول السنه تفحت وانت استهزيت بسؤال مثلا شفت ده ايوه دي انا حليتها 100 مره هو اصلا لعب لك في كلمه ولا في ضمير في مغير لك في السؤال قلب لك السؤال خالص. وبمناسبه برضه راس السؤال ده انا جاي في الكيمياء 59 غلطت في سؤال واحد كان جايب نسبه كان جايب مساله اللي هي بتاعه الباب الثاني اللي هو التحليل. فايه انا خدت المعطيات وخلاص بقى خدت ورقه فاضيه بقى وايه ونقعد نحل. طيب المطلوب ايه؟ المطلوب اللي احنا بيبقى معانا عينه فيها شوائب وفيها عينه نقيه. طبعا احنا بنحل طول السنه خلاص بقى هو ايه العينه النقيه. انا ما قريتش راس السؤال طلعت وتك تك 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 العينه النقيه كام 87 رحت معلم عليها ورحت مكمل. دي الشوائب. هو عايز ايه بقى؟ هو عايز يثبت الشوائب اللي هي 13. السؤال الوحيد عشان بس ما يعني الواحد ما يركز بقول لك لما في تبقى راس في كليه السؤال. هندسه وطلع سمك العمود 10 متر يا عم ده رقم كويس والله العظيم. انا كنت لسه قاعد مع حد امبارح بكلمه على الفيتال ميستيك اللي في هندسه انت ممكن تشيل ماده عشان جاوبت اجابه غبيه. اوف غبيه يعني ايه ما دكتور السؤال. يعني دكتور ما عندوش مشكله انك تغلط في يعني في الحسابات بس ما تكتبش الاجابه الغبيه. يعني ايه يعني مثلا يقول لك مثلا احنا بنحسب في ماده اسمها الخرسانه بحسب عدد اسياخ الحديد اللي اتحط في المتر وقطر السيخ قد ايه. فواحد مطلع مثلا قطر السيخ 600 متر يا عم اصلا وحاطط مثلا في المتر الواحد 4 اسياخ من دول يا عم اصلا قطعه الارض نفسها 300 متر عارف اللي احنا بنبني عليها. فدي بالنسبه للدكتور دي اجابه غبيه انت لو كتبتها انا هشيلك الماده حتى لو بيحل ده بيحصل في كل حاجه على فكره. احنا دايما بيجي سؤال 4 اجابات 3 صح وواحده غلط. ايوه ماشي ساعات بتلاقي الطالب مختار الغلط خالص يعني انت ما خلاص قراتش ايوه يا ابني دي اصلا مستبعده ويجي يناقشك بقى هي دي ما تنفعش ليه ايوه يا ابني انت اصلا ما عدتش على الماده طب اختارها حد بادي. انت حد بادي فعلا واخترت. عندنا ايه تاني يا دكتور؟ طيب احنا عندنا انا حاسس ان الحلقه كلها راحت بس ده كلام مهم ومفيد. يعني اخر حاجه احمد حكاها بتاعه انك تقرا السؤال ودكتور احمد برضو تقرا السؤال كله صح وتركز جدا جدا. احنا دايما الطالب الشاطر بيغلط في ايه؟ سؤال طويل قوي وصعب ويختار صح والسؤال في الاخر فيه عدا غير إلا. غير ما عدا. الا ما عدا وعشان كده غير صحيحه ما عدا يعني دي اللي بتغلط الطالب ما شافهاش بالظبط ما شافهاش. عشان كده احنا بنأكد لهم في الاسئله بالذات. الناس بتشتكي ليه كل الاسئله ما عدا. لا احنا لازم نعودك بقى خلاص بقى الاسئله في ما عدا ركز. في عدا في اي العبارات التاليه غير صحيحه نركز في الكلمه بالظبط. طيب نطلع من الامتحانات ديت ازاي يعني نطلع يعني نستفيد منها ازاي. يعني انا كنت بشوف مثلا الناس بتبعت لنا على التليجرام عاملين كشكول بيسموه كشكول الغلطات في الاحياء صعب او ايا كان خلص الشامل غلط في سؤالين 3 يا سلام يكتب السؤالين يا سلام ماشيه من ديت ماشيين على هذا السيستم من اول السنه. والله يا احمد اثلجت صدري الصراحه يعني انا بيعملوا كده صح؟ كانوا بيعطونا على التليجرام الصراحه يعني بسطت لان النصيحه دي احنا قلناها له بيجمع غلطاته في بدايه السنه. الاقي واحد باعت لي مثلا من يقول له الدعاء فاكر السؤال ده ويكتبه يجي يراجع عليه الاسئله اللي غلط فيها وكاتب طبعا التفسير بتاعه بالظبط والجزئيه مثلا انا غلطت مثلا في ايه مثلا في الانقباض العضلي في الحته الفلانيه ارجع لها. خطير حلو فاحنا احنا المفروض ان احنا عندنا امتحان الغلطات اللي انا غلطتها نسجلها. برضه بنحل مثلا كتاب مثلا بنحل كتاب الامتحان بنحل الكتاب بتاعنا في سؤال في فكره في سؤال خلاص انا غلطت فيه هنقله برضه لان لما اجي اراجع انا مش هحل الاسئله اللي هي في بدايه السنه الحاجات اللي انا غلطت فيها الباقي مثلا سهل تمام. انا كنت بعمل ايه بقى؟ كنت مثلا بحل كتاب الامتحان السؤال اللي صعب عليا او اللي بغلط فيه بعمل عليه مارك بالهايلايت. الطالب بقى دلوقتي بيقوم ماسك الكتاب كله هايلايت هو اسمه هايلايت انت بتهايلايت كل حاجه ليه ما تسيبها عليه. طيب احنا استفدنا ما شاء الله يعني في مشاكل الطلاب واحنا ان شاء الله في رمضان معانا اكتر من حلقه يعني فالباقي باذن الله هنتكلم فيه في الحلقات اللي جايه.
دلوقتي ان شاء الله طلبه هيبقى برضو في- اللي حابب يعني يشارك معانا كده يعني اي مشكلة سؤال كده بحاجة في بسؤال. الكومنتات. كومنتات ونرد بقى كومنتات يعني. الحلقه الجايه. باذن الله ان شاء الله. يعني يا جماعه اسئلتكم النهارده ان شاء الله اللي تحت الفيديو دوت هنتكلم عليها ان شاء الله في البودكاست اللي جاي، الحلقه رقم 2. فاي حد عنده سؤال يكتبه، واللي موافق بقى يعمل كومنت او لايك على السؤال ده. اكتر اسئله هتجيب لايكات او كومنتات او يعني لايكات في الكومنتات دي هنتكلم عنها ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. طيب ممتاز جدا. احنا اتكلمنا عن حاجات بتحصل مع طالب ثالثه ثانوي، واتكلمنا عن ذكريات يعني جميله جدا جدا الواحد استرجعها النهارده، وان شاء الله يكون الكلام ده مفيد للناس كلها. ودي كانت الفقره الاولى معانا في البودكاست. الفقره الثانيه يا شباب الا وهي حكاوي الاحياء. ودي فقره هنتناول فيها موضوعات من المنهج بتاعنا بشكل جميل، في شكل قصة، في شكل حكاية، بحيث تستمتعوا وانتوا بتسمعوها، وفي نفس الوقت نراجع على أجزاء مهمة في المنهج. خلاص؟ طيب الفقرة هتكون عبارة عن ان حد اصلا ملوش علاقة بالأحياء زي باشمهندس مؤمن كده يسألنا على حاجات يعني العامة بيسألوها. خلاص؟ العامة ايوه. العامة لا حد ملوش علاقة بالحياة، ملوش علاقة بالأحياء أصلا ولا أي حاجة، ولا يعرف حاجة في الطب بشكل عام خالص يعني، ونجاوب عليها من منظور المنهج بتاعنا مش من منظور طبي برضو خالص. ماشي؟ فانطلق. ظواهر رمضانية. ايوه. بتسحر واشرب ميه كتير قوي، وبعد الفجر ما كلها بقى الحمام. في الحمام. مش لوحدك. كلنا كده. بص احنا هنجاوبك بس احنا بنعمل كده. لحد دلوقتي بتشرب في الميه. ايوه. اخش. اه طبعا انت بتشرب ميه كتير مم. كتير كتير كتير. الميه دي بتروح فين؟ في جسمي المفروض بقى تروح فين؟ على الدم. اه تروح على ماشي. الدم. الميه دي اي حاجه مثلا انت بتاكلها بيحصل لها حاجه اسمها عمليه الهضم. عمليه الهضم دي بتحولها لمركبات صغيره، المركبات الصغيره دي تقدر تدخل الدم. تمام. كذلك الميه بس يحصلهاش بقى ايه؟ هضم. عمليه الهضم دي بتمتص على طول تخش الدم. الميه ما تخش الدم هتعمل ايه في حجم الدم؟ تزوده مثلا. هتزوده. حلو قوي. تمام. هتزوده على حساب ايه؟ ملح. على حساب الاملاح او الذائبات اللي موجوده في الدم. ماشي. عندنا هرمون اسمه هرمون ال ADH، يعني انتي دايوريتك هرمون، يعني الهرمون المضاد لادرار البول. ادرار بالدال مش بالضاد. ماشي. تمام. ماشي. فهمت حاجه؟ يعني لا اكيد في فرق بين اضرار واضرار، يعني انا كنت واخد عربي يعني. يعني الهرمون اللي بيمنع ان البول يخرج. ماشي. طيب الهرمون ده بيعمل ايه؟ اما بيستشعر ان كميه الميه اللي في الدم قليله، طبعا بيفرزوا حاجه اسمها الخلايا العصبيه المفرزه، موجوده في جزء في الدماغ او في المخ اسمه الهايبوثالاموس. بتفرز هذه الجزيئات او هذا الهرمون من خلال حاجه اسمها الفص الخلفي للغده النخاميه، عامل زي المخزن كده. طلع الهرمونات دي للدم. الهرمونات دي بتروح للكليه. فين في الكليه؟ في النفرونات. تمام. فين في النفرونات؟ في الانابيب الملتفه البعيده، ديستال كونفوليوتد توبيول. الكلام ده عندكم كله في المنهج؟ بس مش بالانجليزي، يعني الكلمتين الانجليزي دول عشان انا بس اعرفك ان انا ايه. انت كنت مذاكر. ان شاء الله يعينكم يعني. فبيعمل على اعاده امتصاص الميه اللي في جسمه قليله، فالمفروض في الميه بتروح او الدم كله بيروح للكليه. الميه بتخش النفرون وبعدين تتحول لبول او تنزل في صوره بول. في عندنا حاجه في الجسم اسمها اعاده الامتصاص الاختياريه. الميه اللي دخلت الكليه ترجع تاني للدم، ما تنزلش في البول. ده في حاله ان الميه اللي في جسمي قليله. طب احنا دلوقتي بعد الفجر شربنا الميه كتير اسألوا بقى. ودخلناها يعني اسألوا ما تقولش اسألوا. ودخلناها الدم. الهرمون ده نسبته او كميته تقل ولا تزيد في الدم؟ تقل بقى. الله ينور عليك. الله ينور عليك. فنان. كميته تقل لان الميه في جسمي كتير اصلا. انا مش محتاج كتير. ميه. هيطلع ليه؟ فالميه الكتيره دي لما تروح للكليه وتخش في قلب النفرون في قلب الانابيب الملتفه، الجسم هيرجعها تاني. لا بقول طلعها بقى. بقى. فتطلع كل اللي انت شربته. هتلاقي نفسك صليت الفجر ورجعت مش قادر تقرأ الورد. بتنام في الحمام حرفيا. مش قادر تحافظ على وضوء 5 دقايق. فانت بتطلع كل الميه الزياده اللي انت خدتها.
انت ما أيوة. استفدتش منها بس السؤال بشكل انا طبيعي. بطلع الميه الزياده فكويس ان انا اكون شارب بزياده عشان يعني الزياده يطلع، ولا اشرب باعتدال؟ يعني بحس لما بشرب باعتدال كده ان انا واخد راحتي بقى حتى في الصيام، يعني مش مركز على موضوع الميه ده. ان انا لو بتشرب بغباء حتى ممكن تلاقي حس مش عارف بطنك توجعك من كتر الميه، ده بيقلب عكسي زي ما انت بتقول كده بعد طبعا الفجر. طبعا انت لازم تخلص من الزياده. هو فكره اصلا الاخراج بقى، يعني نعمل سكيب من تانية لتالتة او من تالتة لتانية. الاخراج دكتور محمد بقى يطلع لنا الطلعه دي بقى. هو دكتور احمد اظن الاخراج نفسه ربنا سبحانه وتعالى يميز الكائنات دي عشان تنظم محتويات الجسم من المواد اللي في الجسم. يعني انت ليك ليفل معين مثلا للصوديوم، ليك ليفل معين للكالسيوم، ليك ليفل معين للبوتاسيوم، ليك ليفل معين للجلوكوز مثلا، يعني في جلوكوز صايم، جلوكوز فاطر، مش عارف ايه الكلام ده بعد الاكل بساعتين، القصص دي كلها. طيب الكليه قاعده بقى سبحان الله، يعني ده شيء عجيب جدا جدا جدا. بيسموها هوميوستيزيس يا دكتور. هوميوستيزيس يعني تنظيم البيئه الداخليه لجسم الانسان. الاخراج ليه دور كبير جدا جدا في ده. اللي هو انت اكلت اكله مملحه شويه، فتلاقي الملح في البول زاد شويه بحيث يقلله في دمك تاني. طب شربت كتير حبتين، تلاقي الكلى عماله تخرج كتير حبتين ثلاثه بحيث ترجع الميه في جسمك للمستوى الطبيعي، لان كل ده في الدم. طيب هو مش بس في الدم احنا بنخفف الدم بالميه، لا ده اصلا ممكن ياثر على ضغط الدم لو هو خلاه في الدم. وده يعني احنا بنشوفه في الحاله العمليه. واحده مهبطه مثلا وقعت، بيعملوا لها ايه؟ ده محلول. بيعلقوا لها محلول. ليه؟ عشان يزود حجم الدم فيبدا يعني يظبط ضغط دمها تاني، عشان الدم يبقى حجمه اكتر فالضغط يزيد، وهكذا بقى. فهي الموضوع يعني متشعب في كل الجسم، فدي حاجه مهمه جدا جدا جدا. الكليه بتخرج الزياده اللي احنا مش محتاجينه. موضوع متشعب، بس الموضوع فيه كميه اتقان سبحان الله. سبحان الله. حاجه عجيب. الموضوع عامل إنا زي كل شيء كفتين الميزان. خلقناه نعم بقدر. سبحان الله. مش ممكن يعني. طب انت بقى يعني بقى معرفتك بقى بتشرب ميه كتير ولا قليل؟ طبعا انا بدبها. طبعا بص جردل بغطس فيه. شفت انت عارف ده كلام على ورق بس، انما ده احنا بنقوله للناس لكن ما بنعملوش يعني. ماشي. انا عايز اقول لك احنا اكتر ناس الدكاتره اكتر ناس بنكون تعبانين وعارفين العلاج ده ما بناخدوش. ده كلام بجد حقيقي. فالله المستعان يعني. اكتر ناس نعرف الغلط ونعمله. عرفت الاجابه؟ تمام كده. تقدر تشرحها لاي حد؟ لا هو بس لو شربت هتطلع يعني هتطلع. ماشي، دي حاجه انت جبت المختصر. ماشي. نخش شويه في لما نشرب ميه كتير دي بقى بتوقع طلبه كتير بقى، مش في لغط كده فيها. هل ايه اللي هيحصل لكميه الذئبات الموجوده، او كميه الاملاح، او كميه الذئبات وتركيز الذئبات؟ والله يا دكتور احمد كنا دايما عكس بعض يعني. اتفضل بقى. كميه ثابته يعني الكميه ثابته. كميه ثابته، انا ما غيرتش في الكميه، التركيز اللي اتغير. بالظبط. زي ما انا معايا كوبايه شاي فيها معلقه سكر، او معايا كوبايه معلقه سكر وحطيت نص كوبايه ميه وقاعد بزود في ميه، هل المعلقه دي زادت؟ لا هي الفكره في ايه؟ هل لو خليت كوبايه الميه نص كوبايه الميه دي كوبايه ميه كده معلقه السكر قلت؟ كميه السكر زي ما هي يعني الكميه ثابته زي ما هي، تفضل معلقه سكر بس واحده برضه. الميه بقت دلع اكتر زيادة مش أصلاً. مسكره. ليه بقى؟ تركيز السكر قل. اصل دايما زي ما انت كنت بتقول من شويه كده انك يعني موضوع نسبي. الميه بتخش الدم، يعني كأن مثلا اقول ايه، الدم بيزيد، خففته خففته بقى، فاهمني؟ بس هي دي القصه. فهي الفكره ان كان دايما بيلعب معاهم في الاسئله الكميه والتركيز. الكميه ثابته، اما التركيز على حسب بقى احنا زودنا ميه التركيز يزيد ولا يقل. برضه في البول هو بايه؟ هو بيعيد امتصاص الميه من البول. برضه كميه الذئبات الموجوده في البول هي ثابته، ولكن اللي هيتاثر هو تركيز. لو في ميه كتير في البول يبقى الذئبات قليله، مش قليله الذئبات ككميه، تركيز الذئبات يبقى الاسموزيه قليله. بالظبط. طب لو خدت من البول الميه الكتير يبقى اسموزيه البول عليت، عشان كده ما نقول والعكس في الدم. بالظبط. اقول لك سؤال بقى من كتاب المراجعه النهائيه بتاعنا. اتفضل يا باشا. هرمون الاي دي اتش ايوه ينظم نقط، وجايبين في الاختيارات تركيز الصوديوم، حجم الصوديوم، تركيز البوتاسيوم، لا مش تركيز البوتاسيوم، حجم البوتاسيوم، حجم الكالسيوم. يبقى 3 حجوم وتركيز. مليون في المية مش حجوم خالص يعني. هو مش هيأثر على الكميه. اللي يؤثر على حجم الاملاح هرمون تاني هنجيب الالدوستيرون. تمام خلاص كده بالظبط. تمام. ده بقى هو بيأثر على التركيز والحجم الاثنين. بيأثر على الكميه، بيرجع الصوديوم، بيأثر على الكميه بتاع الاثنين. يبقى بيأثر على التركيز والحجم او الكميه بتاع
بتاع الملح في الدم، ده الالدوستيرون المعدني. بالظبط. فاحنا كنا نقول ال اتش يزيد اللي يحصل لتركيز البول واللي يحصل لتركيز ايه الدم. يبقى احنا كده عرفنا احنا عندنا كميتين ثابتين. عارف يا دكتور احمد تبقى سهله جدا جدا امتى؟ لما الطالب يقيس على حاجه واحده ويعكس في الثانيه. بالظبط. يعني هو قال لك اي دي اتش وتركيز البول، يا معلم اي دي اتش ده بيعمل ايه في الميه؟ ادي اول حاجه بيرجعها الدم، يبقى الميه في البول قلت، يبقى تركيز البول زاد. بس خلاص اعكس ما تقعدش بقى تلف بالثلاثه، خد حاجه مع حاجه واعكس في الثانيه. اي دي اتش مع الميه واعكس في الملح بس بالظبط. هتبقى سهل. الموضوع الدوستيرون يبقى الدوستيرون مع الملح واعكس الميه بس. وخلي بالك اللي هم لو يعني الموضوع لو تخيلي شويه، يعني انا تخيلت الموضوع انا باخد من هنا واودي هنا، الموضوع بسيط خالص يعني. مظبوط. شغل لي حاجه وانت عمال تتكلموا كده، انا اصلا مش فاهم ايه اللي بيتقال ده عشان ماشي. مش فاهم حتى الاسامي يعني. ايوه. وانا بقول لنفسي سبحان الله، اصلا كل ده حاجه جوه جسمي لها اسم، مش بس موجوده هي ليها اسم يعني، اتعرفت وتسمى لها اسم وتعرف تاثيرها على حاجات تانية. والله عز وجل بيخلق في انفسكم افلا تبصرون. سبحانه. اكيد الناس من 300 سنه مثلا كان الحاجات دي في جسمهم برضه عادي، من 1000 سنه كان في جسمهم برضه، بس ما كانش يعرفوا لها اسم اصلا يعني فاهم. وانا لو هتقول لي انا ايه اللي بقول لك كليه وكبد وقلب، الحاجات اللي الرئيسيه ولسه لم دي. نكتشف كل انما تقول لي بقى جوه الحاجات الاسامي الغريبه دي جواها حاجات وانزيمات، كل انزيم اصلا ليه اسم بيأثر على الانزيم، والظاهره دي لها اسم. الله دكتور موضوع احمد كان منبهر في يعني. جامد طب ربنا بقى يقول لك لخلق السماوات والارض اكبر من خلق اكبر من الناس. خلق الناس. سبحان الله. شيء عجيب. سبحان الله. كان في دكتور احمد كده مجمعين الباثوي بتاع الميتابوليزم كله في ورقه كده نازله على فيسبوك، شفتها قبل كده. شيء عجيب. انت ده انا داخل كنت ده اكتر ماده بكرهها في طب بايوكيمستري. بكرهها. خش بقى في الميتابوليزم، بكرهها عشان الميتابوليزم الميتابوليزم والمعادلات، كربوهيدرات والهيدرات. وسبحان الله كل تفاعل فيه انزيم معين بيحفز التفاعل ده. شوف عندك كام تفاعل في الجسم، لكل تفاعل بس انزيم. مش بس كده، ده الانزيم اللي يعني يظبط التفاعل ده في انزيم تاني بينشطه، بينشط واللي بينشطه ده في واحد قبله بيشغله، واللي بيشغله ده في واحد قبله بيصنعه. موضوع مش ممكن. وتلاقي ان الموضوع ده على مستوى الخليه. شوف بقى الخليه قد ايه، وشوف في جسمنا كام خليه. يعني بجد سبحان الله يعني. شيء عجيب. سبحان الله. بحس برضه في الحاجات دي اسم الله عز وجل الرقيب. الرقيب. الله عز وجل رقيب على كل ده يعني. هو مطلع بكل التفاصيل دي بحركاتها وكل ده متوازن، وانت شغال بالك بيه. تخيل بقى لو كنت شغلت بالك بيه. في حركه كده بتحصل في جسم الانسان من وانا صغير بتبهرني جدا. حركه بعملها يعني يا دكتور احمد، بفتح الاوستيكيان. اقولها بالعربي ازاي يعني؟ بعمل كده، بفتح الاوستيكيان تيوب اللي هي بين الحلق بتاعك وبين ودانك، بسمع صوت الفلو بتاع الدم وهو طالع راسي دماغي. فسبحان الله لما اقفلها تاني، ايه ده؟ الحمد لله انها مقفوله. الحمد لله انا مش حاسس بالحاجات دي. الحمد لله انا يعني مش سامع صوت الدم وهو طالع دمي ودماغي. الحمد لله انا مش حاسس بقلبي. يعني ساعات كده بعض الامراض بيبقى في رفرفه في القلب كده، بتحس بقلبك بيدق في صدرك، بتضايق جدا. ده قلبك بيضايق جدا، مش ده قلبي وده ضربات قلبي. لو حسيت بيها صعب قوي. لو نايم على مخده وتسمع صوت عقارب ساعه وانت مفيش ساعه في الاوضه اصلا. يقول لك مش عارف، حد قال مش عارف دي بتبقى ضربات قلبك، دي بتبقى حاجه. بس انا مثلا كنت ممكن تبقى في اوضه انت مثلا نايم على مخده ودانك مسدوده. لا دي ضربات، دي الدم عادي. ماشي، ما هو انت في الطبيعي مش حاسس بده، مش سامعه. ابسط مثال خالص يعني، انت اكلت وفي الطبيعي انت ما بتحسش بحاجه. لو بطنك زغولت تسمع الاصوات دي تتضايق. عارف لما يكون في قاعده رسميه جدا وانت لسه واكل وبطنك تفاجئ. طب خلاص باظ الميتنج. لو وتحس بقى صمت كده، خلاص صمت كده والناس ساكته، هي بتنقي الصوت ده. سبحان الله. طيب ماشي، خش في اللي بعد. كل الطبيب تخطفته يد الردى. ايه ده؟ كل الطبيب قل تخطفته يد الردى. ايوه. يا شافي الامراض من ارداك. سبحان الله. فهمت حاجه؟ طب تاني ظاهره رمضانيه على الفطار. تفطر عارف تحط اللايرز الاكل وعيش فيه مساحه حقيقيه. غالبا يعني لو ما نمتش بعد الفطار على طول مش هتعرف تنفس التراويح. مش هتعرف تصلي التراويح. نفسك بقى بتيجي في السجود عموما جسمك محدود جدا،
فايه طيب هو شوف سبحان الله، هو برضو يعني دي برضو سبحان الله من عجائب خلق وإتقان سبحانه وتعالى في الإنسان، يعني إن جسمك بيتصرف على حسب حاجتك. بمعنى لو أنت عندك مجهود كبير جدا جدا جدا، أو أنت في الجيم، أو أنت بتتخانق، أو أنت متحمس، بتلاقي عندك قوة مش عندك في الطبيعي. وده مثلا بفعل هرمون اسمه أدرينالين، معروف جدا بتاع الطوارئ ده، اللي هو عارف واحد بيتخانق ممكن تلاقيه ضعفان بس في الخناقه يبهدلك. خد بالك ليه؟ سبحان الله بيطلع الادرينالين ده يزود الامداد الدموي للعضلات مثلا اللي هي بتضرب وتحرك وبتاع، ما تتعبش. خد بالك ابسط مثال، واحد في الشارع جري ورا كلب، ممكن يجي له تعب عضلي، يا كلب استنى بس احسن تعبت. مش ممكن، هو بيجري مكمل، بيفتح سبرنت ما بيخلصش الا لما يهرب من الكلب ده. ماشي. طب الشاهد ايه بقى؟ او يقع يتعض. لازم تبوظ الحكمه يا دكتور احمد. الادرينالين فين؟ لازم تبوظ الحكمه. الادرينالين مش شغال. فايه اللي بيحصل بقى بعد الفطار؟ طبعا انت كبستها بشكل مش طبيعي. يعني الجهاز الهضمي زي ما دكتور احمد قال من شويه ان احنا بنهضم وبعد كده بنمتص. يعني الامتصاص ده معناه ايه؟ عبور المركبات الصغنططه دي من الامعاء للدم. فالجهاز الهضمي عشان يتم الوظيفه بتاعته بشكل بقى مكدس جدا جدا بعد ما اكلت، محتاج دم كتير قوي. فبتلاقي سبحان الله الدم اتسحب من الجسم كده، وطبعا من ضمن الجسم الدماغ برضه، بس مش اتسحب بشكل كامل، يعني جزء خلاص، وراح على الجهاز الهضمي. فتحس ان انت الدنيا حلوه، عارف انت انا عايز اروح. الدم في دماغك قل شويتين، الاكسجين قل شويه، يلا عشان ننام الدنيا بقى. حلوه، رحت بقى. طفي لي الجسم ده عشان نهدم. فعارف انت بتوه، هات بس المخده، ضلموا المكان، بس ده الاحساس اللي بيجي. ولا ايه رايك يا دكتور؟ مظبوط. بس فهو ده السبب يعني. فعشان كده كان المشايخ بيقولوا لنا في التراويح مثلا يبقى كل في الفطار على الهادي، بعد التراويح يبقى كل تاني مرتين، بحيث ايه تبقى واقف التراويح كده ماسك نفسك، يعني مش بتنام. المشكله كل طالب بيقول لك انا باكل وانام، دي المشكله بقى. يقول لك صح. انا باكل انا بلاقيهم في السنتر جايبين اندومي في الحصه، واحد بينقنق كده. انت مش مركز. وش ازاي؟ انا بلاقي جايبين شاورما. اصل انت ركزت بساتك والاكل بره سمبساتك، هم مش هيجوا مع بعض. حصه مسليه جدا. الراجل ده بيقول كلام زي الفل. لا لو عايزينه يروح في اي حته عشان ناخد معلقه. طيب احنا يعني طولنا النهارده، واحنا لسه معانا 4 حلقات ان شاء الله، فمحتاجين بس نختم الحلقه بتاعتنا النهارده يعني بموضوع مهم جدا جدا جدا. انا شايف ان هو كان السبب الاساسي بعد اجتهادي وبعد طبعا الاسباب الدنيويه في تحقيق حلمي. ان انا فاكر كويس جدا جدا في رمضان وانا في ثانويه عامه، كانت الامتحانات في اخر رمضان. انا فاكر لان كانت العيال بتفطر في الامتحانات، يعني كان طالع كده فتوى ساعتها ان مسموح لطلاب ثانويه عامه يفطر. العيال فطرت ويروح بالازازه كده وشايلها في ايده. انا ما رضيتش افطر ابدا، الحمد لله مش فيش امتحانات دلوقتي. بس انا فاكر ان انا ال30 يوم بتوع رمضان دعيت نفس الدعوه يا دكتور احمد، يا رب اجيب مجموع طب بشري. ايه هو ما اعرفش، بس يعني يا رب اجيب مجموع طب بشري. والله دي كانت الدعوه كل يوم. وكنت اقعد كده على الطبليه مع جماعه الله يرحمه جدي بقى، كنت اقول لهم جماعه والله ادعوا لي انا عايز اجيب مجموع طب بشري، يعني ادعوا لي ابقى دكتور. دعوه النار دي تلزمني. ايه يعني والله العظيم بجد الدعوه دي ما تطلعش لحد غيري. فهم طبعا ما صدقوا يعني، لا طبعا انت في اغلى منك كده يعني. فالدعاء، سحر الدعاء يا باشمهندس. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدعاء وانت صايم مستجاب. وحتى فيها خلاف شويه ان هو ايه عند فطر ديت اللي هو وقت الفطار بس يعني، ولا هو طول اليوم. فان شاء الله حتى وانت طول ما انت صايم دعائك مستجاب يعني. فانت اذا كنت بتدعي طول السنه انك تخش كليه معينه او تجيب مجموع كبير او تعمل حاجه يعني توصل لحاجه، فمفيش وقت احسن في السنه انك تدعي فيه من رمضان. بالظبط. فعارف مش عايز اقول كلام يبقى حتى يبان ان هو اسمها اوقات استجابه يعني، اوقات استجابه عموما. فتخيل نفسك مثلا في رمضان، وسهل جدا في رمضان انك تكون صاحي في الثلث الاخير من الليل، اللي ده وقت السحور غالبا. فبيجتمع بقى شويه اسباب كتير انك في الثلث الاخير من الليل هو اصلا وقت استجابه الدعاء، مع رمضان ان هو اصلا شهر استجابه الدعاء. ويا ريت لو تصلي ركعتين بالليل كده
في القيام، وتسجد يعني وانت في السجود تدعي، عارف جمع شويه عوامل كده بحيث تبقى ان شاء الله دعوه لا ترد. سبحان الله. فرمضان بيجمع في حاجات كتير قوي 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 تساعدك في ده من غير ما تبقى تعبان. يعني انا لو قلت لك دلوقتي واحنا لسه ما دخلناش رمضان، او احنا البودكاست ده هيبقى نازل في رمضان، بس انا لو طلبت منك في غير رمضان تصحى في الثلث الاخير من الليل تصلي ركعتين وتدعي، صعب. انت في رمضان بتبقى صاحي وقت السحور، صح. فما يا فندم والله ده وقت ده الوقت اللي الله عز وجل بيتنازل فيه لسماء الدنيا، وهل من داعي فاستجيب لا يعني. طب ما انت ده، طب ما انت الشخص ده بعد اذنك ممكن ما تفضلش مركز في الكام كونتنت اللي بينزلوا في وقت السحور، عشان ده وقت فيه ريتش كويس، عشان حضرتك تبقى فاتح السوشيال ميديا. يعني اصلا في السوشيال ميديا يقول لك في رمضان فين الوقت اللي فيه ريتش كويس، الناس فاتحه في السوشيال ميديا قبل السحور. يا عم والله ده وقت مهم جدا، وقت ما بتعرفش تبقى صحيح في باقي السنه وفي رمضان، وانت طالب ثانويه عامه محتاج تدعي كتير. فشويه عوامل كده بتجتمع اسهل ما يكون فيها في رمضان، فوقت ما يضيعش الصراحه، سواء وقت زي ما قلنا السحور او وقت وانت صايم خلال النهار. ده وقت اصلا استجابه الدعاء يعني. جميل. دكتور احمد، يمكن على المستوى الشخصي كلنا طبعا حياتنا مليانه ابتلاءات يعني، بس انت كنت الفتره الاخيره عندك ابتلاء. يعني هل الفتره دي عشت فيها سحر استجابه الدعاء؟ بلا شك. عايز اقول لك ان انا ماشي في حياتي اصلا بالدعاء. انا اي حاجه بحتاجها بدعي. يعني مش هقول لك ان انا صغير، بس الموضوع من بدايه الثانويه مثلا. زي ما قلت من شويه ان انا اخدت السنه كلها، يعني زي مؤمن بيقول من شويه، بقول دلوقتي يعني بتجمع الاسباب اللي هي او الاوقات اللي يا رب انا هو يا رب انا هو فانا كنت دايما وقت المطر، وقت رمضان، بعد قراءة القرآن. برضو من الحاجات الذهبية اللي فادتني في الثانوية ان حد قال لي اعمل ختمة لطول السنة، طول السنة انت في ختمة واحدة وتختم قبل الامتحانات وتدعي بعد ختم القرآن. بعد الختمة دي. طبعا انت يعني ما بتكبر شوية بقى يعني ختمة في السنة بحالها ايه حاجة يعني ضعيفة قوي يعني ضعيفة خالص يعني. تخيل لو اكتر من واحدة مثلا يعني بس في ساعتها طبعا يعني في وقتها كانت بالنسبة لي حاجة كويسة يعني. في الفترة الأخيرة مثلا كنت بدعي على طول، وربنا أكرم بأفضل مما كنت أنت تتمنى. سبحان الله. سبحان الله. يعني عايز أقول لك أنت بتدعي، إحنا مش ملايكة، بس أنت بتدعي بس جواك شيء من يعني يا رب يعني شك شوية يعني شيء من مش عايز أقولها يعني. وليك سقف في الأماني، ربنا بيديك أعلى من السقف ده. صراحة ماليش يعني، أنا بزود أضعاف ما أنا عاوز، وربنا بيكرم بأفضل. لما يكون عندك وضع معين الأسباب الدنيوية صعب فأنت بيبقى عندك إيه سقف معين كده في الأمان. ربنا سبحان الله يعني بيديك أعلى ما أنت تتخيل. أنا دايما والله من الحاجات اللي بتلمسني وهي طبعا مالهاش علاقة باللي احنا بنتكلم فيه ده، أو أنا مالهاش علاقة بالتفسيرات اللي بفسرها. دايما الآية اللي هي في ما ودعك ربك وما قلى، طبعا هي لها أسباب نزول ولا وضع معين، بس دايما أنا بتلمسني. بحس إن طول ما أنت بتلجأ لربنا مش هيسيبك. بلا شك. أيا كان شكل مش هيسيبك دي، ممكن ما تبقاش الحاجة اللي أنت عايزها، بس بعد ذلك ربنا بيكرمك في حاجات تانية. يعني أنت عارف مثلا إن أنا خدت إعفاء من الجيش يعني. أنا كنت دعيت الدعوة ديت في يوم عرفة. سبحان الله. ودعوة تانية دعيتها وسبحان الله 2 اتحققوا وما عداش 3 شهور. سبحان الله. وكان بالنسبة لي الحاجتين دول بعاد خالص. يا رب بس سحر يا رب تعرف يا رب الدنيوية دول يعني. أنا في حد قال لي جملة غيرت أصلا علاقتي بربنا من بعدها. قال لي مشكلتنا إن إحنا
عرفنا العباده قبل ما نعرف المعبود. تاني كده. عرفنا العباده قبل ما نعرف المعبود. يعني انت كنت مثلا بتصلي وانت صغير مش عارف بتصلي ليه، يعني مش مجمع، مش قادر تستوعب انت بتعمل ده ليه. وغالبا في كتير مكملين كده وبيصلي ومش عارف يصلي، مش يعني عارف مش عارف يصلي ازاي، ما يعرفش ربنا بجد. هو لو سالته بجد عن هو مش عايز اقول له مين ربنا ده او بالنسبه لك ايه، هيجاوبك بحاجات الله عز وجل مش كده. الله عز وجل مش كده. بص بنفس الكلام بتاع الدعاء، احنا بنستميت على الاسباب الدنيويه باشا. 12 ساعه مذاكره، 10 ساعات مذاكره، 8 ساعات مذاكره، وبالنسبه له مع ان ممكن يكون الاحسن 4 ساعات مذاكره ودعاء بالبركه فيهم. لا 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 اكيد 6 ساعات احسن. يا ابني والله هي مش بشطارتك بس، مش بقوتك بس، مش بحولك بس. صح. ليه؟ هو مصدر لي اسباب دنيويه بس، وكأن شوف كلمه كأن مفيش ربنا اصلا. فكر هي باجتهاده بس. تجيش كده والله. فهرجع اقول لك ايه، عرفنا العباده من قبل ما نعرف المعبود. فهو عارف اللي هو بتاعت ايه، وكأن مفيش ربنا، هو مفيش تأثير لده. فمش عاوز ياخد الاسباب الدينيه وكأنها مش هتأثر فيها. يا عم انت وانا اشتغلت لها يا حبيبي، مش بكده، هي مش بكده يا حبيبي. هي الحاجات دي على فكره شغاله جدا جدا. يا جدا جدا. على ذكر الثانويه العامه كنت قلت انا هقولها في اخر الحلقه، لما كان احمد بيقول لك انا كنت بنام 4-5 ساعات بس. انا حد قال لي حاجه وانا في ثانويه عامه كنت بنام بفضل الله بتنفذها 4 ساعات وانا نشيط خالص. وهي حاجه دينيه اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد على قافيه احدكم 3 عقد. يعني الواحد لما بينام بيبقى على قفاه كده 3 عقد مربوطين. فلما بيصحى من النوم لو قال يعني الدعاء اللي هو بتاع الحمد لله الذي احياني بعد ما اماتني واليه النشور، انفكت عقده واحده، رباط كده من الايه، من ال3 اتفك. واذا اتوضى اتفكت العقده الثانيه، واذا صلى ركعتين اتفتحت العقده الثالثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، فقام ناشطا فكانما نشط من عقال. يعني فكده شفت الفرس لما بيكون رابطينه ويفكوه هيقوم الفرس قايم وبيتنطط ويجري. جميل. الكلام ده ما ينطبقش على صلاه الفجر بس. انا كنت بعمل ده وانا قايم اذاكر، يعني كنت بذاكر بالليل، فكنت برجع من الدروس مثلا لو هنام بعد العشاء على طول بعد العشاء بساعه مثلا، واصحى على الساعه 1 2 اللي هو قبل الفجر بساعتين 3 كده. فالطبيعي ان انا اقوم مهدود، الطبيعي ان انا اقوم مش قادر. طبعا. فبتنفيذ ده وانت متاكد ان هي شغاله، لان دي النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالها. انا مش بقول لك تعويذه، مش بقول لك تعليم وجدوها في كتب علاج نفسي. خلاص انا مصدقها لا كده. ده النبي مثلا اللي هو ايه حاجه مجربه مثلا. لا ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقولش حاجه من عنده. فشغاله. فكنت الحمد لله انا نايم 4 ساعات وقايم فايق قوي بسببها. قلت له واحد صاحبي، قلت له بص جرب بقى. قلت له بص انا شغال معايا موضوع كده، بقوم بفضل الله فايق قوي للمذاكره ومصحصح ولا كني نايم 10 ساعات. ايوه. فقال لي حلوه ده، جربها بكره ان شاء الله. وجالي تاني يوم قال لي مش شغاله اصلا. ما صدقش. مش شغاله. صحيت من النوم كلت سندوتشين ونمت تاني. كنت بكلم حد بعدها قال لي عشان هو الله عز وجل لا يجرب. سبحان الله. الله عز وجل ما بيتجربش. سبحان الله. هي شغاله. فانت بتتعامل مع الموضوع بيقين، هيحصل يعني هيحصل. دخلت لها بنفسيه هنبقى نشوف هنجرب نشوف هيحصل ايه. غالبا مش هتشتغل. اما ادعي كده يمكن ربنا يستجيب. فترجع بقى لحته الدعاء، ترجع للتعامل مع ربنا عموما في الامور دي. ادعي بس الامور تبقى احسن. ايوه هي ما حصلتش اسبابها عشان تبقى احسن، مش مشكله اسبابها. مش مشكله صح. انا يمكن عشان نختم بقى ان شاء الله هقول بس حاجه بسرعه كده. من اصعب السنوات في حياتي حرفيا سنه رابعه بشري. نظام قديم كان رابعه ده رابع الطب. دكتور احمد بقى كانوا بياخدوا فيه حاجات بسيطه كده، انف واذن وشرعي وحاجات كده. انا بدونا في ورد رابع الطب. بالنسبه لنا كان رابع الطب، ما خدتش في رابعه ديت زي اللي احنا خدناه. المهم يعني انا في ثالثه نزلت سنتر يومين في الاسبوع ماشي، وكنت بعمل فيديوز على يوتيوب وبدي كورس اونلاين لثالثه وثانيه واولى وبذاكر
انا بالنسبه لي الامتياز ده حياه وموت، مش هينفع. انا خلاص 3 سنين امتياز ولازم رابعه وخمسه يبقوا امتياز كمان، وخمسه في اللي فيها بيقولوا سهل، فانا هجيب امتياز في 5 ان شاء الله، فرابعه دي لازم اجيبها كده. طب اسيب السنتر، طب اسيب السنه اولى، طب اقصر مش عارف فين، طب يعني كده مش جايه خالص. فسبحان الله اتعلمت كده وانا في اولى ثانوي دعاء. كنت في صلاه التهجد في مسجد كده عندنا في القريه، يعني شيخ جميل كده شاب قال يا جماعه لو انتوا معاكم امر مستحيل هعلمكم حاجه تفك العقده بتاع المستحيل ده، تخليه بالنسبه لك ممكن عادي جدا بس انت تصدق. العقده حلها يا شيخ؟ قال حلها في دعاء. الدعاء ده الا وهو يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. الدعاء ده انت بتسلم لربنا كل امرك. يا رب انا عبدك، وانا يا رب يعني بص يا رب اعمل فيا اللي انت عايزه، واصلح لي حالي كله، وما تسيبنيش لنفسي طرفة عين. فتحسه دعاء شامل لحياتك كلها. سبحان الله، والله العظيم والله العظيم والله العظيم ده سحر انا بعيش بيه. السنة دي كانت سنة فيها تحديات بنت لذينة، اصعب من دلوقتي مليون في المية، ومشيت بسلاسة لحد الاخر وخلصت. ما اعرفش جبت امتياز ازاي، ما اعرفش خلصت السنتر ازاي في السنة، ما اعرفش اشتغلت اونلاين ازاي، ما اعرفش، مشيت. وكان والله دكتور احمد يجي مثلا معانا امتحان فاينل، الاقي الامتحان الفاينل ده او الكويز اتحط في ميعاد شامل في السنتر، فانا كده مش في السنتر. فاهم حاجه؟ فبتترتب. بخصوص الدعاء، هل كان ليك دعوه مميزه بقى؟ يعني كل واحد بقى كان عينه ثانويه كده ليه دعوه مميزه؟ بص انا ما بحبش الدعوات المميزه، يعني لا دعوه، بس انا فاكر كويس قوي اول ما اتعلمت ادعي والله العظيم يا مؤمن. كنت مثلا انا يعني احنا كان بالنسبه لنا الايفنت بتاع الهدوم في المدارس وانت داخل المدرسه، فانا كنت بحب البس قوي في المدرسه بقى، وانا الوحيد اللي كنت بلبس بقى قميص وممكن جرافطه وجاكيت بقى وجلد وجزمه جلد في الابتدائي زي ابويا عشان بيلبس فورمال، فانا بحب البس كده. فكان حتى الناس بتستغرب يعني. فانا كنت دايما والله العظيم انا بتكلم جد عنده 40 سنه في البدايه. والله العظيم. لا تقول لك على الكبيره بقى، انا كنت بلبس القميص دايما قافل الزرار اللي فوق ده زي ابويا، ما هو ابويا بيلبس جرافطه في القميص فبعمل زيه يعني، حتى المدرسات بتستغرب مني يعني. فانا كان دايما طموحي وانا داخل المدرسه اجيب هدوم كتير تقضيني بقى الترم والبس كل يوم بقى طقم وبتاع. فكنت والله اظبط كده وادعي. فاكر كان المسجد بتاعنا ده لسه اسمه ايه الاصغر من المسجد اسمه ايه؟ زاويه. كان لسه زاويه كده وسقفها كده بينزل رمل وبتاع، بس كانت ايام جميله يعني. كنت والله بسجد ادعي يا رب وانا داخل المدرسه ابويا يجيب لي بنطلونين، واحد اسمر واحد بني وثلاث قمصان ابيض واسود وكحلي والله العظيم وجزمتين وخمس كتاشي والله العظيم بجد. وعايز اقول لك على المفاجاه بقى، كنت بجيبهم والله. يعني ابويا نروح مثلا نشتري من محل، ابويا بيشتري لي طبعا بقى ويجيب لي حاجات كبيره عشان تقضيني سنتين وبتاع والقصص دي، واجيب نفس العدد ده وتتسهل كده. فيا جماعه الدعاء ده حاجه مش ممكن، مش طبيعيه والله. انا معلش عشان الحته دي والله لفت انتباهي لما هو بيقول لك دعوه مميزه. انا فاكر في واحده ست كبيره في السن دعت لي دعوه كده في ثانويه عامه، غيرت نفسيتي تجاه الدعوات اللي بعدها لنفسي بعد كده يعني. كنت نازل اصلي الفجر، وبعد ما صليت كنت بقول لك بقى بذاكر بالليل، فنزلت اصلي الفجر، فانا خارج من المسجد فست بتقول لي عامل ايه يا ماما انت في سنه كام دلوقتي؟ فقلت لها في ثالثه ثانوي. ست كبيره، فقالت لي تمام الله يعينك ربنا يجعله بفايده، ان المذاكره اللي انت تذاكرها دي تكون مفيده ليك. حسيت ان هو تصدق بجد يا رب المذاكره دي تكون بفايده. وكملت بقى عليها السنه الدعوه دي، ان يا رب المذاكره اللي انا بذاكرها دي تكون بفايده. سبحان الله. ما يبقاش الواحد بيذاكر غلط، ما يبقاش الواحد بيفكر نفسه بيذاكر ودي مش مذاكره، لا تكون بفايده. دي بقى يعني. بس عاوزين نتكلم في حاجه ضروري جدا ونقفل، احنا طولنا على الناس. اللي احنا بنحكيه جميل، واحنا بنستشهد بحاجات ربنا استجاب لنا فيها، وكم من حاجات دعينا بيها لم تستجاب. عشان بس ايه، هيجي واحد يقول لي ايه، طب انا والله يا دكتور بدعي كتير قوي بس ربنا ما استجابش ليه؟ فهل لازم الاستجابه تكون فوريه زي اللي بنحكيه ده والدنيا جميله كده ولا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدعاء ليه 3 مسار. يعني ان الدعوه لما العبد بيدعي بالدعاء يعني ليه 3 حاجات ممكن تحصل. اول يعني منهم احتمال انها تحصل لك في الدنيا، يعني يا رب عربيه تجي لك العربيه، يبقى معاك العربيه عادي. ايوه. وتاني حاجه
ان الله عز وجل يدخرها لك يوم القيامه. ودي حاجه انا ساعات بحس لا انا عاوزها دلوقتي يا عم، والله ممكن هتاخدها ان شاء الله يوم القيامه على طول معاك، لا انا عاوزها دلوقتي. وقد يكون هو مش هو الاحسن لك ان هي تبقى هناك، فهي مش فمفيش حاجه بتضيع. عارف ارجع اقول لك هي مفيش حاجه بتضيع، بس احنا ساعات بنحس ان الاختيار ده لا انا عاوزها دلوقتي. فده ثاني حاجه ان هي تدخر ليك ليوم القيامه. وثالث حاجه ان الله عز وجل يصرف عنك من السوء مثلها. يعني ايه؟ يعني يا رب حاجه كويسه قوي انا بدعي بيها، بحب حاجه معينه يا رب تحصل، فانت اصلا كان هيحصل لك كارثه ثانيه في حياتك، يعني كنت هتتعب تعب معين، فانت بدعائك بالحاجه الكويسه اللي انت كنت عاوزها دي الله عز وجل يصرف عنك المرض ده. يعني الدعاء يغير القدر. يغير القدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده اصلا، ان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد يبادع بالدعوه فتصعد الى السماء. يعني ممكن يكون كان لا ربنا لا، ده كاتب النبي لي. صلى الله عليه وسلم وصفها، النبي صلى الله عليه وسلم وصفها، كملها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد بيدعو بالدعوه فتصعد للسماء، فبيكون في بلاء نازل سبحان الله. فيعتركان، يعني اللي هو بيتعاركوا بقى في ده نازل وده طالع، فكان ايهما اقوى ده اللي يعني الدعاء ياخد البتاع دي ويطلع، يا البلاء عادي بس حتى ده خفف من الايه، من البلاء برضو نسبيا يعني، فيغير القدر بيغير القدر. يعني ربنا يكون كاتب لي مثلا 80% وانا بدعائي اجيب 95. لا مش كده، هو اصلا ربنا كاتب لك 95%، بس انت بدعائك جبتهم. ساهمت في جبتهم. انت خدت بالاسباب. عايز اقول لك حاجه برضو، دي نقطه برضو شائكه لينا شويه. يقال ان في مع الملائكه اللي هو المقادير، ولكن في الكتاب مع ربنا او اللوح المحفوظ. بيكون مع الملائكه اللي هو ان البلاء نازل مثلا، بس انت عند في اللوح المحفوظ عند ربنا ان هيكون في دعاء هيرجع هيرد هذا البلاء، بس الملائكه مش عارفين. وصل لك ديت؟ ايوه فهمتك. يعني هو اصلا هو مكتوب. يعني كل حاجه في حياتنا هي مكتوبه، ان انت كذا وهيحصل. طب لو انت ما دعيتش بقى، لو مكتوب لك برضه تاخدها. هو يعني كل الناس اللي بتتفوق هي بتدعي وتقرب من ربنا، يعني اكيد مش منطقي، يعني في ناس برضه. ايوه بس هي هل الموضوع ده مؤثر؟ طبعا مؤثر جدا. مؤثر. ببص لا يعني تسمع في حكاوي سبحان الله ما تصدقهاش، ايوه. بس اللي هو انا والله متاكد احنا كل حد فينا قاعد دلوقتي هو عنده حكاوي بس مش عايز يحكيها، كانت مستحيله وحاجه مثلا عنده شخصيه وربنا حققها له بشكل مش طبيعي يعني. لا سبحان الله، ربنا كتب على المسلمين ان هو انت سعادتك في ان انت تعمل العباده او انت تدعو. يعني هو ربنا كتب علينا كده. حتى كنت سمعت تفسير جميل قوي، وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هو ليه الله عز وجل يرزقك من حيث لا تحتسب؟ عشان بس ما تفتكرش ان هي ايه جت من حيث احتسبت فتفتكر ان هي بشطارتك. لا، انت بتقواك اصلا دي هيجي لك الرزق من حته انت مش عامل حسابك عليها، عشان يعني تفتكر ان تركيزك مع دي شطاره منك، يا اصل انا كنت مرتب لها. لا، هي ما بتجيش بقى اصلا غالبا من الحته دي، ده هي بتلاقيها جت من حته بعيده خالص. فانت اللي عليك تقوى الله عز وجل. ربنا يرزق بالسبب وبدون السبب وما استحاله السبب وبضد السبب. سبحان الله. دي عايزه حلقه ثانيه بقى ان شاء الله. بمناسبه يعني اخر حاجه اقولها بس، مش حاجه ثانيه، يعني ان ربنا يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم. سمعت جمله من حد انا بقيت بختم بيها دعائي على طول، يعني اللهم كما امرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابه فاستجب لي وقول الامر اللي انا عايزه. كما وعدتنا. كما امرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابه فاستجب لي كذا. جميل. ليه جمله انا بختم بيها الدعاء على طول يعني. انا كده خلصت الله المستعان. كنت بخصوص الدعوات اللي كانت مميزه او الواحد بيحب يتاهها دايما، كان طول شهر رمضان كنت دايما اقول يا رب ما تحرمنيش فرحه يوم النتيجه. يعني كنت فرحه يوم النتيجه ديت يعني بجد انت خلاص كده، يعني انت فرحت سواء انت وصلت او ما وصلتش، انت فرحت ان انت خلاص خلصت، انت فرحت ان انت عديت السنه ديت. كل اللي فات كله سواء بقى ايه بقى بيتنسي. صح. فربنا ييسر الحال والله. جميل يا دكتور احمد. انا مبسوط صراحه.
انا الحمد اتبسطت لله. والله. انا مبسوط. واحنا النهارده اتكلمنا في حاجات كتير قوي قوي، وكلها ان شاء الله تبقى مفيده عملنا ال4 حلقات بقى، ما نستناش حاجه تاني. ومؤثره. لا هيجي لنا ان شاء الله كلام في الكومنتات نستفسر الأسئلة منه بقى افكار هنقرأ كلها الأسئلة بقى اللي هم الجاية ان شاء يبعتوها. الله. واحنا فعلا في مواضيع هنتكلم فيها ممكن تاخد حلقه لوحدها يعني. فنسال الله يعني القبول والتوفيق فيما هو قادم ان شاء الله. ودعواتنا بقى للشباب، ربنا يا رب يوفقهم يا رب. يا رب. ويحقق اللهم آمين. كل امانيهم واحلامهم، ويقر اعين اهاليهم ان شاء الله بيهم، ونشوفهم دايما في احسن حال. وطبعا ربنا يدخلنا كلنا الجنه، يا اللهم رب. امين. ويحشرنا من المتحبين في الله في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله، اللهم امين. بس كده احنا كده خلصنا يا رب اللي النهارده. وصل الحته دي في الحلقه يجيب مجموع عالي. واحنا يا جماعه بنشكر من ورا دي دعوه كده اللي وصل الكواليس. للاخر يعني، عارف. وهندعي لعبد الرحمن وبنشكره من ورا الكواليس عشان هو القائم باعمال المونتاج يعني. فان شاء الله يعني عاش عبد الرحمن، انت ان مخرج شاء الله كبير هتخلص عبد الفيديو الرحمن. دوت النهارده بالليل عشان ينشره اول يوم رمضان باذن الله. يعني البودكاست يا عبد هيخلص النهارده ان شاء الله. بس كده يا شباب، نشوفكم على خير ان شاء الله. ما تنسوش تكتبوا الكومنتات والفيدباك بتاعكم عن الحلقه في الكومنتات اكيد، وتنشروا الحلقه مع كل الناس اللي تعرفوهم. بنحبكم كلكم في الله، والسلام عليكم سبحانك اللهم ورحمه الله وبركاته. وبركاته.